مساء الخير وأهلا بكم. وهذه الحلقة التي تأتيكم في ظل أوضاع سياسية مجمرة ومحمرة. يعني ما أدري إذا السلطات تفهم هالمعنى هذا. أعتقد أنها غائبة عن الساحة وغائبة عن كل ما يحدث على الساحة. سابقا يعني خلوني أتكلم عن نفسي، وأنا أتوقع أن في ناس آخرين معي، ما بي يعني أعمم الأمر. عن نفسي كل ما شفت الشباب حدم أو الشباب اللي الآن طلعوا بيان 27 قبل ما كنت أعرف يعني كم عددهم، كل ما شفت مطالبهم أقول لهم مطالبكم مشروعة وجميلة وحلوة وكلنا مؤيدين لها، لكن مشكلتنا وياكم أن أنا واحد من الناس، مشكلتي وياكم، خليني أتكلم عن نفسي مرة أخرى، مشكلتي وياكم أني أعتقد أن مطالبكم تحتاج إلى زخم شعبي هائل، والزخم الشعبي غير متوفر. يعني مطالبكم سقفها عالي جدا، أنتم تملكون اللياقة البدنية العالية اللي تقفزون لها، لكن الناس يمكن ما يملكونها. لذلك الناس محتاجين إلى سلالم، حطوا لهم سلمة ورا سلمة، خلهم يصعدون الناس وياكم شوي شوي. يعني الأمر ما راح يستغرق أكثر من 2-3 سنوات بناء أو على ضوء معطيات مجلس 2012 راح يصعدون الناس وياكم. على سبيل المثال، هذا كنت أقوله سابقا، يعني على سبيل المثال لجان التحقيق، سالفة الراشي والمرتشي، لجان التحقيق ستخرج لنا باسم الراشي والمرتشي، وأنتم كلكم، أنتم وأنا والعريس والعروس كلنا نعرف من هو الراشي ومن هو المرتشي، فبيطلعون لنا الأسماء. إذا ما صار عليهم شيء نقول والله هذه سلمة للغضب الشعبي، يعني للحراك الشعبي، أنه والله يصعد سلمة في ظل للوصول إلى مطالبكم يا شباب. الشغلة الثانية، التعديلات الدستورية اللي تقدموا فيها أغلبية 2012 إذا ما تحققت ورفضتها السلطات، لا والله هذه سلمة ثانية وسلمة قوية، يمكن بعد سلمتين مع بعض. الثالثة اللي هي الإصلاح النظام القضائي، يعني نحتاج إلى سلالم معينة عشان يطلعون الأغلبية ذاك الوقت ويقولون والله يا جماعة احنا قدمنا وعملنا كيت وكيت وكيت وكيت. السلطة ما تجاوبت والحكومة ما تجاوبت، لذلك تكون هناك سلالم أمام الشعب ليصعد عليها ويصل إلى القمة، قمة مطالبكم. شو اللي صار؟ اللي صار أن الحكومة جات وقالت، أو السلطة جات وقالت تفضلوا، هذه 3 سلالم هدية مني مجانا بلا مقابل. حطت السلالم قالت يلا يا ناس اصعدوا مع الشباب إلى السقف الأعلى، وبدأ الناس يصعدون سلمة سلمة وفي اتجاه السقف الأعلى. عشان تعرفون بس الحكومة شلون تفكر والسلطة شلون تفكر، عشان تعرفون بس. الآن وصلنا إلى مرحلة ما قبل الأخيرة، ما قبل الأخيرة، باقي مرحلتين. المرحلة الجاية والله وأجزم على ذلك كقراءة سياسية أن السلطة والحكومة ستترحم على رموز المعارضة الحالية. تقول وين أيامكم، الله يرحم أيامكم، نسوي اللي نسوي، وفي بوقات 6 ملايين 7 ملايين ما تلتفتون لها لأن أنتم مشغولين في مئات الملايين و الآن جانا شباب لا نعرف مطامحهم وين، ولا نعرف عددهم وين، ولا نعرف أي معلومة عنهم وين، وجايين متحمسين يعني مستعدين للتضحية، مستعدين للتضحية. الله يرحم أيامكم قبل، والله ترحمون عليهم يمينا بالله. سيترحم من كان يعني يبي يرجع الأمور إلى الخلف، سيترحم على رموز المعارضة. أحمد السعدون، البراك، المسلم، الحربش، بيقول الله يرحم أيامكم، أخذوها مني. وشوفوا لاحظوا الأيام الجاية راح تقول السلطة خلاص ما راح نغير الدوائر، ما راح نغير تصويت، اللي تبون أخذوه. الشباب راح يقولون لا خلاص. المرحلة الأخيرة ستتحقق، هذه المرحلة اللي قبل الأخيرة اللي قبل شوي، المرحلة الأخيرة ستتحقق كل مطالب الشباب كاملة. السلطة يعني اختصرت الوضع. طبعا الفضل أولا وأخيرا بعد الله سبحانه وتعالى، ومحرك هذه الأمور هو الشيخ ناصر محمد، سمو رئيس مجلس الوزراء الحكومات السابقة أو رئيس مجلس الوزراء الأسبق، هو من أعطى دافعا للشباب، لأن تصرفات حكومته وأداء حكوماته السيء جدا هو من دفع الشباب إلى هذا المستوى. الآن المعارضة ورموز الأغلبية اللي يدفعهم عندهم يعني بحكم خبرتهم وسنهم وتعاطيهم معاكم لسنوات،
هذا اللي خلاهم سقف مطالبهم ما يرتفع الى سقف الشباب. جاكم شباب دافعهم وطني يحملون كميات هائله من عشق الوطن ومن الاستعداد للتضحيه، والله ما راح تلحقون عليهم الا اذا نفذت مطالبهم واحدا تلو واحد، ولا يملون ولا يتعبون. وتوهم داشين، انتم في نهايه الشوط الثاني هم توهم داشين لياقتهم قاعدين وفي عز الشباب. يلا ما انتم تبون يعني تجرون الامور للخلف، الشعوب تتقدم والحياه السياسيه في الدول تتطور، انتم تبون تجرون للخلف. يلا اقبضوا الحين، اقبضوا الحين. المعارضه مو بس السلطه، المعارضه نفسها قامت تطقطق، ركبها قامت تطقطق من الشباب، من الحركات الشبابيه. والغضب العارم اللي امس واليوم على المعارضه بناء على بيانهم اللي قبل امس يوم الاثنين في الليل، الغضب العارم خلى المعارضه تطقطق. اللي معروفين هم مؤزمين وسقفهم عالي ومش عارف ايش، قاموا يطقطقون. لو تقرب عند واحد منهم تسمع صكسكه سنونه. خلاص مرعبين الشباب هذول، قالوا خلاص انتهى الموضوع، جيم اوفر، دعوا القياده لنا وتمتعوا بالرحله، اطلعوا منها انتم يا الاغلبيه. قاموا الاغلبيه، مع ان الاغلبيه من باب احقاق الحق كانوا مجتمعين يوم الاثنين. انا واحد من الناس اللي هاجموا الاغلبيه، كانوا مجتمعين يوم الاثنين عند اسامه المناور بناء على كلام مسبق ان ترى اجتماعنا يوم الاثنين ردا على تعديل الدوائر والاصوات الانتخابيه وما الى ذلك. ما في شيء اخر، على اعتبار انهم قالوا سابقا حاطين مطالبهم، حاطين اهدافهم وخطواتهم. وايضا من باب احقاق الحق، اللجنه التشريعيه خلصت من سالفه الهيئات السياسيه للجماعات السياسيه، وخلصت من سالفه النظام الانتخابي، دائره الوحده والقوائم وما القوائم، ايضا سالفه القضاء وما القضاء، الفساد، اصلاح النظام القضائي، وايضا الفساد وامور الفساد في اثناء يعني للحين تدرس، اضافه الى المشاريع التنمويه او القوانين التنمويه هذه السياسيه، في ايضا تنمويه. بذلوا جهود لا يمكن اغفالها، لكن تعاملهم، رده فعلهم على تعامل السلطه ما كانت راقه، يعني لا ترقى الى طموح الشباب. سابقا كانوا يقولون 6 وزراء تحطون من الشيوخ وتختارون لكم من تختارون من الناس اللي اساسا ما يعرف السياسه ويطلع يصير وزير يحط لزاق على حلقه ويسكت. لا، الان النواب اللي كانوا سابقا راضين بهالامور هذه الان ما عاد راح يرضون، انتهى الموضوع. يا الله تلقوا لكم واحد، يا الله تحطون واحد، قبل يقول لكم 9 يا الربع، نرجوكم 9. لا، انتهى. صيغه الخطاب الشبابي مختلفه، ما راح تلقون فيها ان الشعب والاسره متحابين، لا، هذه امور مفروغ منها، ما يطرونها، ولا في مجاملات. انتهى الموضوع، المجاملات انتهت. الشعب يحب الاسره والاسره تحب الشعب، هذا امر مفروغ منه. لكن تعالوا نتكلم عن السياسه، تعالوا نتكلم عن المشاركه في الحكم، ما عاد في مجاملات. قبل تعاونتم يا سلطه مع الباسق، خليتوا الباشق ورحتوا تعاونون مع الباسق وحميتوه، قام يدرع في القبائل وفي العوائل وفي اعراض الناس، ولا تعرض لشيء. يعني كل ما قلنا دخل السجن وخلاص ثبت وانقطع دابر الفتنه، لا والله استمرت الامور كما هي، واعتمدتوا على علي نبيل ما ادري من اسماء، ولا اعتمدتوا على الناس اللي منصحين يكلمونكم. كل واحد يطلع لي علي ما ادري، يطلع لي نبيل، كل واحد منهم يعتقد نفسه الكمان الرئيسي في الفرقه، على قولة فايس باخ، انا الكمان الرئيسي في الفرقه واسمعوني وما لكم شغل. ومستانسين انهم الحين شقوا الاغلبيه، ما يدرون انهم بدون ما يقصدون رفعوا سقف الاغلبيه، رفعوه الى السقف الاعلى، حد اعلى، انتهى الموضوع، ما عاد في تراجع. يمكن في اثمان تدفع، ممكن. صار في تذمر على بيان الاغلبيه اللي في ديوان اسامه المناور، اللي تلاه اسامه المناور، وانا واحد من الناس اللي تذمروا، وقلت يا كتله العداله ويا السلف، يجب ان تتداركوا الوضع، لان جزء من الغضبه الشعبيه ستنصب عليكم انتم، لان سمعنا ان بياناتكم وخطاباتكم، هذه ما كتبناها لكن يعني مستندين الى ان بياناتهم وخطاباتهم لا ترقى الى المستوى المطلوب. دق علي اسامه المناور العضو في مجلس 2012، قال والله يا ابو سلمان يجب ان توضع الامور في نصابها. اللي صاغ التقرير هو مسلم البراك، اللي صاغ البيان هو مسلم البراك، وتحت اعين احمد السعدون وخالد السلطان.
وعرض على الأغلبية في ديوان في ديوان المطر، حميد المطر، عرض على الأغلبية ولا واحد عارض. لا حنا في كتلة العدالة ولا غيرنا لم ننبس ببنت شفة. هذا كلام أسامة مناور، ولا واحد عارض. ثانيا يا أبو سلمان، اجتماعنا اللي في ديوانيتي بناء على كلام واضح، أن كلامنا بنرد على اقتراحات تعديل الدوائر والأصوات الانتخابية، بنرد على هالأمر على اعتبار أن موقفنا السياسي واضح، أعلناه سابقا. الآن لا، بنتكلم عن جزئية محددة. على أي حال، تغير مكان التجمع في ديوانية محمد خليفة في الجهرة إلى ديوانية السعدون له دلالة وله رمزية، له دلالة وله رمزية. يبدو لي كقراءة، ما كلمت أحد في هذا الجانب، يبدو لي كقراءة أن السقف أن المعارضة راح تقول حنا مع الشباب ونتبنى مطالبهم قلبا وقالبا وحرفا حرفا وفاصلة فاصلة، حنا وياهم، انتهى الموضوع. أنا هذه قراءتي. قد يعني يبررون، قد يقولوا يعني يروحون في اتجاه آخر، ما أدري، لكن قراءتي أن لا والله بيرفعون السقف إلى أبعد مدى. ما هو انتقاصا من محمد الخليفة بالتأكيد، تغيير المكان ما هو انتقاص، لكن إلى رئيس المجلس المنحل أو المبطل هذا له دلالة، له رمزية معينة. المضحك في هذا الأمر أن المعارضة الأغلبية النيابية صار بينها وبين قواعدها نوع من الصدام، احتكاك، طلع منه شرار. طلعوا الشباب وقاموا يهددون، والناس قامت تهدد الأغلبية تراجعت. لمسنا هذا الأمر، واللي يقول لا نقول له أنت ما اعترضت على البيان بحسب كلام أسامة المناور، أنت ما اعترضت على البيان، ليش الحين تتكلم تقول السقف وما السقف؟ أنا واحد من الناس كإعلامي كنت مع تصرفات الأغلبية إلى أن وصل الأمر في البيان الأخير، هذا لا والله عرضته. صار احتكاك بين الأغلبية وبين قواعدها وبين الشباب، فتدخل فريق السلطة، ربع السلطة اللي قبل، من اللي تدخل وقاموا يطبلون لا تجون للشباب، لا تكلمون الشباب، لا تصعدون على أكتاف الشباب، لا توصلون على أكتاف الشباب. منهم الدكتورة معصومة المبارك. الدكتورة معصومة مبارك، ست معصومة، دشت وتقول للناس، هذه تغريدتها، تقول، هذا تصريح قصدي، تقول عجبي ممن يعطي نفسه الحق في القفز على مشاريع الآخرين خاصة الشباب واختطاف نجاحاتهم. يعني هي تعترف بأنهم نجحوا، واستثمارها لتلميع ذاته انتخابيا والظهور بمظهر البطل الشعبي. اللعبة واضحة. إذن معصومة مبارك اللي أبدا لا تتفق مع الشباب الآن مع الشباب، وتقول أنتم تبون تقفزون على الشباب. شوف الحين من اللي بيقفز على الشباب. يا أخت معصومة، يا ست معصومة، إذا كان الأغلبية مثل ما قلنا الشباب قبل شوي بيوصلون إلى سقف أعلى، إذا كان الأغلبية ما وصلوهم على السلم الثانية والثالثة للحين ما وصلوهم، فأنتوا في السراديب. ترى أنتوا لا تدخلون، أنتوا في السراديب، أنتوا مشكلة. أنتوا اطلعوا من السرداب على سطح الكوكب وبعدين تكلموا، ولا تحاولوا تستغلون وتثيرون الفتنة وتكلموا عن الشباب. آخر من يتكلم عن الشباب أنتوا. يمينا بالله لا يمكن يقبل الشباب أن يأكلوا معكم على صحن سياسي واحد إطلاقا، وأعتقد أنك تعرفين هذا الأمر. فيا ست معصومة، ما حد يتاجر بمشاريع الشباب ولا يستغل الشباب غير ناس تعرفينهم ونعرفهم جيدا. بعد قليل سأتحدث مع الدكتور محمد الدلال، نائب مجلس 2012 المبطل، نتكلم عن الأغلبية وعن الشباب، وهل ستجتمع الأغلبية والشباب. لأن نقول من الآن، يمكن نسيت النقطة، نقول من الآن للأغلبية، يا الأغلبية الرأي لكم كالتالي: سلموا بيرق القيادة للشباب، سلموا بيرق القيادة للشباب وتحولوا إلى مقاتلين. بدأ بعد ما كنتم قادة والشباب خلفكم، لا أنتم الآن تحولوا إلى مقاتلين في صفوف الشباب، واستمعوا إلى أوامر الشباب. كل ما يقول الشباب نفذوه. خلاص، الصوت الأعلى الآن صوت الشباب. أنتم وصلتم مع السلطة ومع الحكومة إلى آخر نقطة وتبين فشلها، تبين ما ينفع الأسلوب هذا إطلاقا. خلاص الآن افتح، يعني حتى من الأمور العسكرية، من النظريات العسكرية، يمكن إذا سيطرت علي فكرة أحيانا نكتبها وأقولها. من النظريات العسكرية وأسهلها وأهمها، وياخذ الواحد يمكن في سنة أولى في التكتيك،
يقول لا تدخل حربا مع ناس، مع عدو تجهل أخباره ومعلوماته، ما تعرف عنه أي معلومات. هذا ما فعلته الحكومة. كانت تحارب كتلة الأغلبية اللي معارضة من سنين ودنين، وتعرفها وتعرف تفاصيلها. الآن فتحت جبهة ثانية، يعني حتى ما سكت جبهة الأغلبية، فتحت جبهة ثانية وقالت يا عدو آخر تعال. ما تعرف لا العدو هذا لا مواصفاته ولا عدده ولا عتاده ولا طموحه ولا وين بيروح ولا وين يتمركز ولا وش بيسوي، ما تعرف عنه أي شيء. شوف النظريات العسكرية هذه أبسطها، اللي أدنى سياسي في أول سنة يجب أن يعرف هذه النظريات ما طبقوها. أنا أقول يا سلطة، كتبنا وقلنا على قولة فيروز، كتبنا وما كتبنا ويا خسارة ما كتبنا، كتبنا 100 مكتوب ولهلا ما جاوبنا. على الأقل إذا ما تسمعون اسمعوا فيروز، إذا ما تحبون أصواتنا نشاز اسمعوا فيروز جميلة، صوتها جميل. بعد الفاصل سأتحدث مع محمد الدلال عن الأغلبية وعن الشباب، وهل ستتعاون الأغلبية مع الشباب أو هل هناك صدام أو أسئلة كثيرة سيجيب عنها محمد الدلال بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد، وضيفي هو أحد أعضاء كتلة الأغلبية الأستاذ محمد دلال. حياك الله. حياك الله. النائب في مجلس 2012 المبطل أبو عبد الله. قبل لا أدش أنا وياك في الأسئلة وبنغوص في بحر الأسئلة، مسلم البراك، النائب مسلم البراك اتصل طلب مداخلة. حياك الله أبو حمود. يا هلا والله أبو سلمان. حياك الله. هالأيام هذه مطروح حيا وميتا يا أبو حمود سياسي. الحاخ محمد الدلال أبو عبد الله. مساك الله بالخير أبو حمود. تفضل. مساك الله بالخير والرضا. هلا أبو عبد الله. هلا. حياك الله. تفضل أبو حمود، عندك شيء تبي تقوله؟ أبو سلمان. تفضل. إيه يعني حضرتك وأنت منصف طرحت ما يتعلق بالمطالب. أنت تعرف تماما أن يعني أولا موقف كتلة العمل الشعبي، وحنا ترى في الأغلبية ما نحرص على أن نحدث مثل هذه التقسيمات. احنا نعتبر أنفسنا وحدة واحدة كأغلبية، وأنا طرحت هذه المطالب وتحدثت فيها في ساحة الإرادة، وكان هناك قبول لدى الأخوة في كتلة الأغلبية، الإمارة الدستورية والحكومة المنتخبة، وحنا قلنا هذا الكلام. بالتالي هي ما هي مع تقديرنا واحترامنا للقوى الشبابية، لكن اللي قاعد يحدث الآن هي مو فقط نتيجة لمطالبة معينة بقدر ما هي مستقرة في وجداننا، وهذا الكلام قلناه في أهم ساحة وهي ساحة الإرادة اللي شهدت الحراك الشعبي اللي كانت تضم تلك العلاقة المشتركة بين النواب وبين القوى الشبابية اللي أدى فيما بعد إلى الحراك الشعبي الكبير اللي أسقط حكومة الفساد ومجلس القبيضة. فلذلك هذه المطالب موجودة. خصوص البيان، نعم البيان كان أكثر من ذلك، كان يتضمن جزئين. الجزء الثاني من البيان يتضمن الرؤية اللي كتلة الأغلبية تنظر لها في الجانب التشريعي، والجانب الآخر المسار الدستوري كان موجود في البيان. الإمارة الدستورية وهي يعني جزء من الدستور، وكان موجود أيضا الحكومة المنتخبة البرلمانية، ولكن الأخوان في اللجنة التنسيقية رأوا بأن يتم تقسيم هذا البيان إلى قسمين. القسم الأول لأن كانت المطالبات متجهة نحو الإسراع بحل مجلس 2009 وصدور مرسوم الدعوة للانتخابات وعدم تعديل الدوائر الانتخابية، لأن هذا الأمر لا يمكن قبوله، لأن كتلة الأغلبية في بيانها الأول أكدت بأن أي تعديل للدوائر أو نظام التصويت هو بمثابة تزوير للإرادة الشعبية، وبالتالي هذا رأي واضح. الأمر الآخر، النقطة هذه قبل أن نطلع منها أبو حمود، النقطة هذه هي نقطة الاختلاف والخلاف بينكم، أو الاختلاف السياسي بينكم وبين الحركات الشبابية كما نقرأ، يعني بأنه يعني خلاص ستوب الحديث يجب أن يتوقف عن الدوائر وما دوائر والتصويت وما تصويت، يجب أن يتجه مباشرة إلى الحديث عن المطالب السياسية اللي تكلمت فيها حضرتك قبل قليل. سلمان، أنت ما كنت موجود في ساحة الإرادة؟ نعم. حضرتك ما سمعت اللي انقال بساحة الإرادة؟ سمعت اللي انقال، عتبت على بعض اختلفت وياكم في أجزاء. أبو سلمان، أليس من الإنصاف عندما يكون الحديث في هذا الاتجاه أن يقال أن كتلة الأغلبية قد طرحت هذا الموضوع في ساحة الإرادة؟ هذا الأمر طرح. البعض اعتبر بيانكم تراجعا
عن ما طرح في ساحه الاراده. انا خليني اقول لك، انا البيان لما قدم الى كتله الاغلبيه كان متضمن كل هذه القضايا، بالجزء الاول المتعلق بالدوائر الانتخابيه او متعلق بضروره الاسراع بحل مجلس 2009. هذا تقصد في ديوان المناور؟ نعم الجزء لا قبل ان يتلى، قبل ان يقدم. الجزء الثاني كان متناول المسار التشريعي اللي تراه الكتله سواء عندما كنا نواب او ما نراه في الايام القادمه، وكذلك المسار الدستوري باجراء تعديلات جذريه لمجموعه من مواد الدستور والاماره الدستوريه والحكومه المنتخبه. طيب فلذلك ليش عزلتوها ابو حمود؟ الاخوان كان لهم راي، الاخوان في كتله الاغلبيه كان لهم راي ان هذا البيان الجزء الثاني سيتم تلاوته في ساحه الاراده لتوجيه اعلان واضح باسم كتله الاغلبيه عن هذه المسارات الدستوريه والتشريعيه. تظل في نهايه المطاف هي اجتهادات، لكن هي المرحله الاولى. ابو سلمان انا اعتقد لا نحاول نقلل من خطوره تعديل الدوائر الانتخابيه او تغيير النظام. ثق بالله بان هناك مفسدين، مؤسسه الفساد قاعد تتحرك بكل قوه وقاعد تحرك كل امكانياتها، لانهم يعتقدون بان تعديل الدوائر الانتخابيه او تعديل النظام الانتخابي للتصويت لا يعني الا امر واحد ونتيجه يريدون ان يصلون اليها، وهو ايجاد تركيبه لمجلس الامه هي صنيعه السلطه. لذلك يعني الشباب ابو حمود للتوضيح حتى للمشاهد، الشباب اذا امكن تصوير الامر، خلينا نصور الامر. ابو عبد الله يمكن تحضرنا في النقاش ان الشباب يرون بان القضيه اكبر من قضيه الدوائر. يعني مثلا بيت يحترق، انت تكلمني تقول المكيف احترق، يا اخي خلي المكيف عنك، انا اتكلم عن البيت والناس اللي فيه. فانتم رحتوا اعطيتوا انطباعا للناس، بان تراجعتوا عن ما طرحتموه في ساحه الاراده. هذه الجزئيه. الآن ناخذ منك أبو حمود التالي، بأن كتلة الأغلبية مع الشباب ومع بيانها الذي تلي وقيل أو مش بيانها، مع خطابات نوابها التي قيل في ساحة الإرادة. بيانها الأول أبو سلمان أو بيانها الأول أبو حمود محدد واضح. أنا كنت أتمنى أنك تقول أن كتلة الأغلبية لها مواقف واضحة في هذا الاتجاه. لا تلبسني او لا تحط في فمي كلام انا لم اقل. لا قلنا الكلام في المقدمه، قلناه ابو حمود. لا انت بس ما قلت الان بالطريقه اللي مفترض ان تقال فيها، مع احترامي وتقديري لشخصك. انا تفضل قول، نعطي لك الفرصه ابو حمود، تفضل انت قولها بلسانك. قضيه الاماره الدستوريه، انا احد الاشخاص ما كنت اتكلم في السابق في هذا الكلام، ولكن بعد العبث اللي حصل انا ما اقول لك ان الاستقرار السياسي للكويت، انا طبعا استاذن من اخوي محمد الدلال لان هذا جزء من وقته، لكن أقول لك أن الاستقرار السياسي لدولة الكويت لا يمكن أن يتحقق إلا بتحقيق المسارات الدستورية، وهي الإمارة الدستورية وتفعيلها، وهي موجودة بالدستور، وكذلك الحكومة المنتخبة التي تأتي من رحم الأمة. كذلك أن هناك وزارات سيادة أصبحت تقسم بأن الوزارات هذه للشيوخ والوزارات هذه للمواطنين. هذا أمر لا يمكن قبوله. احنا نقول سمعنا هذا الكلام منك بالفعل في ساحه الاراده، نعم نشهد بذلك. طيب يا ابو سلمان ما كان مفترض يا ابو سلمان. انا ايش قاعد اقول لك ابو حمود، الكلام على ان البعض اعتبر ما قلتموه. انا واحد من اللي قلت، اسمعني ابو حمود، انا واحد من الناس اللي اعتقدنا ورأينا بيانكم الاخير بيان اقل من مستوى الحدث، ويعتبر تراجعا، يعني استشعرنا الخوف كأن القضية أكبر وأنتم رايحين تناقشون لي قضايا تفصيلية. لا، يجب أن يكون الكلام واضح. لن نوافق على الدوائر أوكي، لكن مطالبنا نبقي عليها، ويجب أن يكون في الفصل التشريعي القادم الكيت وكيت وكيت وكيت. نعم أنتم اكتفيتم فقط في النقاش التفصيلي. هذه الجزئية. لكن تظل عفوا بس نقطة أخيرة. وضحت فكرتك أبو حمود، إذا تبي تضيف شيء آخر. أبو سلمان نقطة أخيرة. تفضل. نقطة أخيرة إذا تكرمت. تفضل. نعم الكلام اللي تقوله صحيح، لكن تظل هذه اجتهادات، لكن أنا أكلمك عن أساس الفكرة. أساس الفكرة طرحت في ساحة الإرادة في قضية المطالب، وأنا ما لمست أن هناك رفض من قبل الإخوان في كتلة الأغلبية عندما يجتهد طرف. أنا لما جبت البيان كان البيان متكاملا من الألف إلى الياء، مثل ما نرفض تعديل الدوائر والدعوة لحل مجلس 2009 وإصدار مرسوم دعوة الانتخابات للمجلس القادم،
كنا نؤكد على المسار التشريعي وتعديل الدستور، ونؤكد على الإمارة الدستورية والحكومة المنتخبة. هناك اجتهاد جميل، شكرا. بأن نريد أن نجزأ هذا الأمر. شلون؟ بضيف نقطة مهمة قولها أبو حمود. فلذلك أنا أقول لك أن يعني أؤكدها مرة أخرى. لا تأكدت وصلت أبو حمود أرجوك، عشان بس نلحق على نعم. محمد الدلال. وضحت فكرتك، كلامك كان واضح جدا. ماشي، أنا أتمنى أن هذا الوضوح تعكس أيضا في طبيعة الفهم والكلام أبو سلمان. واضح الكلام يا ابو حمود، وكلامي ايضا واضح. انا اشعر وانتم تشعرون، انتم والدلال وبقيه زملائكم في الكتله، بان الان الاوضاع والاعصاب متوتره للغايه، وانتم تستشعرون ذلك، ويجب ان يكون التعامل بمستوى الحدث. اختلاف كما قلت انت في الاجتهادات، هي اجتهادات، كل واحد يرى مسارا معينا. شكرا لك ابو حمود، وقد نلتقيك ان شاء الله في حلقات يعني مقبله عشان نتوسع في هذا الجانب. لكن عندنا النائب السابق محمد دلال او عضو مجلس 2012 المجلس المبطل. شكرا لك ابو حمود. محمد دلال، وما اكثر الحديث، والله ما ادري اللي يقول من وين نبدا. خلينا نبدا باللي تحكيتوا فيه الحين. ابيك تعلق على ما قال النائب سالم براك. هل تشعرون بان ظلموكم الناس؟ تعليقات الناس عليكم بعد البيان ظلمتكم، وان انتم يعني كانت واضحه مثل ما قال مسلم براك ان مطالبنا كانت واضحه في ساحه الاراده. الان تكلمنا عن جزئيه معينه، هل تؤيد هذا الكلام؟ خليني اقول لك ابو سلمان، اول شيء مساك الله بالخير ومشاهدينك الكرام. احنا في مرحله تشويش، وبامانه ترى حكم المحكمه الدستوريه صار له 10 ايام وما زال هو بمثابه الصدمه على المجتمع الكويتي ككل. فالان الاغلبيه قاعد تحاول قدر الامكان ان هي تجتمع وتلتقي حتى توحد المسارات، ومع ذلك لانهم من مشارب مختلفه تشوف بعض الاراء يمين وشمال، وهذا واقع الشعب الكويتي قاعد يلاحظه من تصريحات احيانا تظهر بشكل عام انه في تناقض كبير. هذا من جانب. الجانب الاخر ان موضوع التعديلات الدستوريه صارت مساله، والاصلاحات السياسيه قضيه اساسيه لا مساومه فيها. وبالتالي انا باعتقادي ان كان الشباب المفترض قبل لا يطلعون بيان، هو من حقهم ترى، بالعكس هم قاعد ينصحوننا وينقدوننا ويوجهوننا وجزاهم الله خير، لكن يعني كان يسعهم ان يتصلون ويقولون احنا نبي نطلب موعد معاكم نقعد نوصل وجهه نظرنا في طريقتكم. ليش مو العكس؟ انتم اللي تطلبون منهم موعد. احنا طلبنا ان نلتقي، بعضنا دعا انه والله ودنا نلتقي مع المجاميع الشبابيه، يونا مجموعه نهج والتقينا فيهم بالاغلبيه بامانه يوم الخميس اللي هو مباشره بعد اللي هو حكم المحكمه الدستوريه، التقينا فيهم عند احمد السعدون وبينوا وجهه نظرهم واطروحاتهم في المرحله القادمه. البيان اللي صدر، وهذا اللي انا ودي اقوله حق الاخوه الشباب جزاهم الله خير والله يعطيهم العافيه على حرصهم، البيان اللي طلع 21 الشهر اللي يعني مباشره بعد حكم المحكمه الدستوريه، شنو قال البيان؟ البيان قال فيه بشكل واضح وان التعديلات الدستوريه وصولا الى نظام برلماني كامل اصبح ضروره لا محيد عنها كي نمنع تلاعب السلطه باراده الامه، خاصه فيما يتعلق بنيل الحكومه ثقه البرلمان قبل ممارسه اعمالها. يعني دشينا شويه تفاصيل زين، وعمليه اللي هو الحل المتكرر، واعلنت ان الاغلبيه في حاله انعقاد تام. شنو قالت؟ قالت كلام خطير فيه نوع من التصعيد السياسي الكبير وهو مطلوب، وان احنا لن نقبل التعاون مع اي رئيس وزراء لا تعكس حكومته اراده الشعب الكويتي ولا يعلن بوضوح الالتزام بمشاريع الاصلاح السياسي. بشكل واضح ومحدد. الان حبينا نترجم مثل هذا الكلام اللي هو تعديلات دستوريه واصلاحات سياسيه، ان نحط ورقه عمل فيما بيننا، وهذا اللي مفترض يصير خلال الايام القادمه. صار في عده اجتماعات ما انتهينا. الامر الثاني، انا اقول حق الاخوه اللي طلعوا البيان اليوم وهم اخوه احبه ولنا علاقه طيبه. 27 ولا لا 27 اوكي تمام. حدم عندهم تصور وعندهم رؤيه ونحترم رؤيتهم. من زمان معلنه معلنه تمام. وعلى فكره في الاصلاحات الدستوريه التنميه والاصلاح عندهم رؤيه من مارس 2011 تمام، وطارحينها من زمان ومطروحه بالجرايد وكذا، وهم الاخ فيصل الحية وهم التنميه والاصلاح اكدت عليها من فتره في مساله الاصلاحات السياسيه، وما اختلفنا عن رؤيتنا. لما يو الاخوه انا اقول بالعكس، انا اشوف رؤيتهم اللي طارحينها مع كل التقدير قاصره كذلك، لان يو ركزوا شنو قالوا قانون اشهار الهيئات والاحزاب السياسيه، وقالوا امر اخر اللي هو الدائره الواحده. قاصر في شنو؟ قالوا بس قضيتين، قالوا احنا قاعد نشوف اللي هي الدوائر او القوائم والهيئات السياسيه. هذا انا اقول لك هذا خلص من التشريعيه، خلصنا هذا خلصنا بحثناه في التشريعيه. يعني انا اعتقد نحن معكم، يعني نستغرب يعني في ان البيان هذا طبعا
بيان كتله 27 يمكن اقل بكثير من سقفه اكثر انخفاضا من حدم سقفه عالي جدا. ابو سلمان الشباب ما وصلتوا الى لا ابو سلمان الشباب حريصين ان يضغطون على الاغلبيه، انا مقدر هذا الدور، يضغطون على الاغلبيه يوصلون الى نتيجه في عمليه الاصلاح. يا ابو سلمان خلي الناس يكونون بالصوره. ابو عبد الله الان كتله 27 بيان 27 اللي طلع شباب 27 قالوا جزئيتين اذا ما نفذتوهم يا الاغلبيه ما نعرفكم ولا تعرفونا، بما معناه واحد تسوون قانون الهيئات السياسيه، نعم. اثنين القوائم الانتخابيه، الدوائر اللي في الدوائر، دائره الوحده وقوائم انتخابيه. اذا ما سويتوها يا الاغلبيه ما انتم ربعنا ولا احنا ربعكم. نعم. الاغلبيه مخلصينها من التشريعيه عارضين على المجلس. كان متى التصويت؟ كان هذه يعني انتهينا من الجلسات الاولى لها في التشريعيه، خلصناها، احلنا الدائره الاولى الى لجنه اللي هو الداخليه والدفاع. الاحزاب كان المفروض يوم الاربعاء لحد كان الاجتماع النهائي بنحسمها بنرفعها بامانه عشان نكون واضح. يعني ما في خلاف بينكم وبين 27 اطلاقا؟ ابدا. بالعكس انا لا اليوم بعد ما قريت البيان رجعت الى اكو وثيقه سووها الشباب نفسهم، نفس المجموعه اسمها ميثاق الكويت 2012، كان تذكرها ابو سلمان. نعم. من حوالي 31 نقطه. زين، قعدت اراجع شنو قدمنا وشنو ما سوينا منها، وجدت ان في 3 نقاط من ال 31 نقاط عامه، التزام بالدستور وكذا وغيره، ولقيت 28 نقطه عمليه. احنا في الاغلبيه في المجلس هذا نفذنا 20 نقطه من مطالب الشباب، يعني قدمنا اللائحه وقدمنا موضوع الاحزاب وقدمنا. انا اللي بوصل له ان الشباب احنا حريصين وعندنا التصاق كبير بالشباب وعارفين بمعاناتهم، وهم حريصين ان يا جماعه لا يشغلونكم بالدوائر، ركزوا على عمليه الاصلاح السياسي. لذلك احنا في التنميه والاصلاح وحتى مجموعه من الشباب وكذلك الاخوه في الشعبي معانا، وانا اتكلم تحديدا وبالذات في التنميه والاصلاح، قدمنا تصور الاسبوع الماضي حق الاغلبيه وقلنا لهم بشكل واضح شنو التعديلات الدستوريه اللي احنا نبيها. قضيه نفس تعديلاتكم السابقه، نفس تعديلاتنا السابقه، واكدنا على بعض الجوانب الرئيسيه اللي هي مساله يعني طبعا القوانين، قوانين هيئه النزاهه والدائره الوحده ومفوضيه الانتخابات، ومساله الهيئات السياسيه، قوانين اصلاح القضاء، محكمه الدستوريه، المخاصمه، غيره، ديوان المحاسبه، القياديين، وقضيه خطط التنميه وبالذات في الجانب الاقتصادي والخدمي. لكن في التعديلات الدستوريه قدمنا 6 تعديلات، هذه ورقتنا، هذه ورقه انا اقول لك اياها، هذه ورقتنا، هذه قدمت للمجلس، قدمت كتنميه واصلاح الاسبوع الماضي من حوالي اسبوع تقريبا، على اساس وقدمت وفي ورقه اللي عرفتها من الشعبي مقدمه، واللي عرفتها كذلك من الاخوه في السلف الاخ خالد السلطان. في اختلافات كبيره بينكم؟ في بعض الاختلافات بامانه. وين راحوا الشعبي وين راحوا السلف؟ الشعبي انا اعتقد في التقاء بين الشعبي والتنميه في كثير من النقاط اللي قاعد اطرحها الان. انا بس ودي اقول لك وسلمان عشان المشاهدين، احنا في موضوع التعديلات الدستوريه رايحين ان وجوب اخذ الحكومه عند تشكيلها ثقه المجلس، الثقه. احنا رايحين في اتجاه قصر عضويه البرلمان عن النواب المنتخبين، وهذا النظام البرلمان احنا ترى اللي هو ما يكون وزير الا يكون نائب، اساسا مرشح منتخب. أوكي. وبالتالي هذا احنا قاعد نتكلم عن النظام البرلماني المتكامل اللي نادوا فيه اللجنه التحضيريه في المجلس التاسيسي، سعود الخالد وسعود عبد الرزاق والله يرحمهم، وانت يا عبد اللطيف نيال غانم ومحمود الزيد ومجموعه من الشخصيات المحترمه. انه لا حل لمجلس الامه الا بعد فترة زمنية معينة 2 سنين، وهذا النظام موجود في فرنسا وغيره. صحة انعقاد الجلسات بدون حضور الحكومة، زيادة عدد أعضاء مجلس الأمة، اختيار الوزراء من الأغلبية البرلمانية التي تفوز إنها يكون هي تشكل الحكومة. هذه 6 نقاط تعديلات دستورية. ولاحظ احنا رايحين في اتجاه تطوير السلطة التنفيذية، تطوير السلطة التشريعية، تطوير السلطة القضائية. هذا هدفنا من خلال الإصلاحات السياسية. والآن مو بس أكثر من ذلك، اللي قال البيان وراح ينعكس في موقفنا اللي هو ان تعال يا رئيس وزراء جاي ايا كان رئيس الوزراء، الشيخ جابر المبارك او غيره، يا انك تلتزم معنا بالاصلاحات السياسيه والدستوريه. ما في مجال للعب. المجتمع الكويتي تاخر وحكومات كثيره انتم بانين تصوراتكم هذه على اساس الفصل التشريعي مو الجاي اللي وراه. طبعا هو الان احنا طبعا الان بنقدم هذه المقترحات
الدستوريه. كنتوا ناويين في الفصل التشريعي اللي يحل هذا اللي ابطل كان ناويين نقدمه. زين، لكن قدر الله وحكم المحكمه الدستوريه واحنا الحين ملتزمين بذلك. لكن القضيه التوجه الان هذا ميثاقنا، هذا برنامجنا في الانتخابات القادمه في حال اجراء الانتخابات، فاحنا راح نقدم مثل هذا التصور ونلتزم فيه. في النهايه نقدم وفق الماده 174. يا سمو الامير اعترض رفض، في النهايه من حقه، لان في النهايه هذه ارادتين ولازم توافق الارادتين. اذا ما قدرنا نقدمها في مرحله قادمه وفقا للاطر الدستوريه، لان سمو الامير لازم كذلك يوافق. لكن يا ابو سلمان، انا قلتها دائما واقولها، القطار انطلق، لا يمكن ان نبقى في نفس النظام الدستوري اذا ما في خلاف بينكم بين مع كتله 27 اطلاقا، بالعكس انتم مطالبكم تجاوزتها على قولتك، يعني اعلى وذهبت الى ابعد. نعم. ماذا عن حدم؟ مطالبكم مطالبهم تختلف؟ انا اعتقد ان في كثير من هذه المطالب تتفق مع الاخوه في حدم. يمكن انتم زدتوا على حدم، لان حدم تكلموا عن الهيئه المستقله للاداره مفوضيه الانتخابات، مفوضيه احنا طارحينها ترى، انتم طارحين وواقفين عليها ايضا. في المجلس السابق اشتغل. شوفوا لنا احد في حدم او في كتله 27 عشان نبي نداخله ويا ابو عبد الله. نتشرف. على فكره وحدم ايضا طالبوا باستفتاء، اعتماد الاستفتاء كآلية، يعني انه يكون للشعب مباشرة سلطة التصويت. انتم هذه ما هي عندكم، يمكن هذا الفارق الوحيد او الجزئية البسيطة. على فكرة بس يعني ابو سلمان، احنا الان مقدمين مجموعة من المقترحات، بلا شك انه ممكن يكون الاخوة في الشعبي عندهم مقترحات اخرى او اضافية نتلاقى ببعضها. احنا في النهاية ما نقول ان هذه نهائية، لان هذه في النهاية برنامج نبي نتفق وياه مع الاغلبية، لكن احنا نعتقد هذا الحد الادنى بالنسبة لنا على اساس اصلاح الاعوجاج في الاداره الحكوميه والاعوجاج في اداره الدوله، واللي قاعد يسبب فقر الاداره وينعكس لا تنميه مثل الناس ولا استقرار مثل الناس ولا اداره للمال مثل الناس ونماء للفساد. شوفوا شلون وين واصل طاق السماء. فبالتالي بلا شك انه راح يجون شباب مثل الاخوه في حدم كتجمع يعني شبابي عندهم تصورات، ممكن نلتقي في اشياء وممكن نختلف في اشياء. السؤال ليش ما تطلبون ان تلتقون معهم؟ ليش تنظرون لنفسكم ان انتم من اللي يبيني يجيني، انا ما بروحش لحد؟ لا، ليش ما انا والله جاهز يا حدم، نبي نقعد معكم نلتقي في منطقه عندكم، في منطقه وسط عندنا اللي هو ما وافقوا تروحوا له ابدا. ما في مانع في ذلك، وانا اعتقد اذا توجهون دعوه لهم. لا ما في ممكن توجيه دعوه لهم، وانا واحد من الناس يعني حتى ميثاق الشباب سلمناه حق الاخوه في اللجنه التنسيقيه منذ الايام الاولى على اساس ان احنا نلتقي. الاخوه بعض الاخوه النواب حضروا مع حدم في لقائهم الاخير في ساحه الاراده واستمعوا لهم، الاخ عادل الدمخي، الاخ فيصل الحيه، اجتماعتوا في الهواء طلق يعني اثناء الندوه؟ لا حضروا معاهم في لقائهم ووجهوا دعوات حق مجموعه من النواب، زي يمكن كل النواب وجهوهم دعوات او على الاقل كتله الاغلبيه، ومجموعه منهم حضروا وياهم وشاركوا معاهم، وبالتالي استمعوا الى رؤيتهم وطروحاتهم الموجوده في الساحه. لكن هذا لا يمنع اللي قلته انت من ان يكون هناك لقاءات بحيث ان نلتقي على مجموعه من القضايا والمشاكل. في غيرهم من الحركات الشبابيه، انا يعني ما اعرف الا حركتين، حدم و27. اذا في غيرهم يعني ناس مستقلين ليس مو حركه يعني 27 خلينا نقول مجموعه شباب، مجموعه شباب يعني بس شباب يعني بروحهم منفصلين عن حدم. نعم. ما في غيرهم. هو تجمع شبابي اخر؟ المجموعات والله في مجموعات بامانه، في مجموعات شبابيه، في مجموعات شبابيه متفرقه تلتقي احيانا على بعض القضايا الاصلاحيه، واحنا في اتصالات مع مجموعه منهم، ممكن اذكر لك اسماء، لكن في النهايه انا اعتقد الاتحاد الوطني لطلبه الكويت هذا مجموعه شبابيه ولها دورها. زين، عندك النهج عندهم مجموعات شبابيه تلتقي معاهم، كافي مجموعه ما زالت موجوده حسب ما نعرف، والمجموعه حدم يعني في بعض المجموعات. اذا مجاميع شوفوا لنا يا جماعه ال 27 طارق نطيري من حدم السكرتير العام للحركه المدنيه الديمقراطيه، حياك الله اخوي طارق. الله يحييك. هلا ابو سلمان. يا مرحبا ابو زياد. مساك الله بالخير يا ابو عبد الله. حياك الله اخوي طارق. حياك ابو زياد. ماخذك على الاغلبيه، الان هناك هجوم شرس واطلاق نار وقصف جوي وبري على الاغلبيه، هل انت مع هذا القصف؟ هل الاغلبيه قصرت وخيبت الظنون ولا لا والله ماشيه بالفعل كما وعدت التزمت؟ والله انا اول شيء اشكر لكم هالمداخله وامسي على ابو عبد الله بالخير. ودي والله لو اخذ كفايتي في تحديد هذا عشان تطلع الصوره بشكل واضح ودقيق. ناخذ 4 دقائق ابو زياد عشان تو مسلم براك ماخذ وبعد شوي بياخذ واحد من 27، يعني حاول تعطينا عناوين
تمام. في موجز بسيط. اولا احنا والاغلبيه، او احنا نسميها اكثريه عدديه وليس اغلبيه، لان الاغلبيه تجتمع على مشروع، والاخوان الموجودين في الاكثريه هذه ما عندهم اصلا مشروع، عندهم فقط شعارات رددوها، واحنا يعني نتفق معهم في الشعارات، لكن حتى الان لم نرى لهم مشروعا، وبالتالي مجازا نسميها الاغلبيه. هذه نقطه. نحن ومن يسميه الاغلبيه مجازا نحن معهم في مركب واحد ضد اصحاب مصالح ونفوذ يريدون تدمير البلد وافساده. جميل. وبالتالي اي من يبحث في هذه المداخله اننا نحن نهاجم الاغلبيه ونضربها وكذا، هذا كلام غير صحيح جمله وتفصيلا. لكن الصحيح وين صاير؟ الصحيح في ان هذه الاغلبيه مثل كلام تو ابو عبد الله قال انا سمعت الاخير عن المجاميع الشبابيه، هم يتعاملون مع المجاميع الشبابيه تعامل غير سوي ان صحت العباره، بحيث ان الان يعني ليس الراس بالراس، ليس الند للند، او لا يعني لا مو بنفس المستوى تقصد؟ احنا السالفه مش سالفه نديه، السالفه هناك شيء اسمه عمل مشترك، وفي شيء اسمه الصالح العام الذي يستوجب جميع المكونات المجتمع من شبابه ومجاميعه. طيب. وهناك شيء اسمه استفراد واستغلال للمجاميع الشبابيه، بمعنى في الحراك الشبابي الماضي كان هناك مجموعه من الحركات الشبابيه نزلت باسمائها وبياناتها ورموزها. هؤلاء الشباب لما نزلوا واثاروا الشارع وبداوا في حمله ارحل ورحل ناصر المحمد وبداوا في مطالبه الاماره الدستوريه والحكومه المنتخبه، وكانت الاغلبيه الحاليه كانت تدعوهم بالاسم وتدعوهم كممثلين على المجاميع الشبابيه وتوقع معهم في بيانات. ثم لما وصلت الاغلبيه الى البرلمان لم تدعو، وانا كنا في حركه كافي، ولم تدعونا ولا مره واحده، ولا اعلم انها دعت غيرنا من المجاميع واحده للجلوس لوضع الاولويات التي سموها اولويات. ثم اكتشفنا لما وصلوا الى المجلس ان هذه الاولويات كانت عباره عن جامعه جابر، عن مدينه طبيه، وعن كذا. ونحن لما ضربنا ولما اعتقل الشباب وكذا لم نعتقل عشان مدينه طبيه وكذا، نحن نطالب بشكل واضح الاغلبيه بجلوس. احنا صدرنا بيان من سلسله بيانات نطالب بالجلوس على طاوله حوار والاعتراف بالمجاميع الشبابيه والقوى السياسيه. هم كانوا يعيبون، يعني مثلا ابو عبد الله انا سمعت منه كلمه مره يقول والله يا طارق، وابو عبد الله اظن يذكر الحوار، يقول لي والله يا طارق احنا ما نعرف منو بالضبط المجاميع الشبابيه، احنا نعرف مجموعه من الشباب الناشطين وكذا. طيب احنا حلينا لكم هالمشكله يا ابو عبد الله، وقلنا لكم في مجاميع شبابيه منظمه لها لوائح ولها هيئات اتخاذ قرار ولها قياده معروفه بالاسم ولها بيانات تصدر باسمائها ولها ممثلين. انا الان رئيس الحركه الديمقراطيه المدنيه، وهناك حركات اخرى تعرفونهم بالاسم وتعرفون تنظيماتهم، وبالتالي تجاوز الحراك الشبابي باي ذريعه اخرى هذا غير صحيح. خلينا نحدد النقاط ابو زياد. الان حدم ما اخذها على الاغلبيه فقط في التنسيق، في الشق التنسيقي، لان الشق السياسي يبدو ان هناك يعني مطالب وتعديلات تقدموا فيها التنميه والاصلاح بتقدمون فيها، والشعبي ايضا قد تتوافقون عليها، لكن اختلاف التنسيق صحيح؟ لا احنا ابو سلمان احنا لا نطالب بالاغلبيه ان تنسق معنا نحن. نحن نطالب الجميع ونطالب ونوجه رسالتنا للشعب الكويتي ونقول التالي: على الشعب الكويتي ان يجبر جميع المكونات السياسيه على الجلوس على طاوله واحده. مش ان نطلب من الاغلبيه او الاغلبيه تطلب منا او ندق عليهم او يدقون علينا، مو هذا القصد. القصد هو الاجتماع على طاوله للخروج بمشروع سياسي واضح ومحدد متفق عليه الجميع، على اساس هذا المشروع يتم خوض الانتخابات. لا نريد نقطه ابو سلمان، لا نريد تكرار نفس الخطا السابق، وان يا جماعه خلونا ننجح ونوصل البرلمان وبعدين نجتمع احنا في ديوانياتنا كنواب واحنا نحدد الاولويات، ثم نكتشف انهم اذا وصلوا المجلس كانت الاولويات مختلفه بالكامل. اولوياتنا بشكل واضح الجلوس على طاوله حوار بجميع مكونات الطيف السياسي، حتى الذين هم يسمونهم اليوم حكوميين، نجلس معاهم ونتوافق على مشروع وطني. خليك معنا على الخط ابو زياد، خليك معنا على الخط. ابو عبد الله اذا بترد وتعقب. والله أنا يعني أقدر كلام الأخ طارق المطيري وحرصه على أن يكون هناك توافق مجتمعي، يعني وبالذات مع المجموعات الشبابية. ويمكن صار مثل ما تفضل قال أنه صار في حديث معاه شخصيا ودردشنا في عملية هذا دليل أنه في تنسيق، يعني صار في يعني في تواصل حقيقة. احنا في النهاية مو منقطعين عن الناس. لا لحظة أبو زياد، خليه يتكلم. لا لحظة أبو زياد. لكن بلا شك انه هو مو تواصل مستمر متقطع. انا عشان بس نقولها من باب الامانه امام المجتمع الكويتي، اختلفت الاولويات. يبقى ان اكو جانب معين، وانا اقول حق الاخ طارق ويعرفون الشباب ان المجموعات الشبابيه متفرقه ليست متفقه،
وان بينهم حتى خلافات بين المجموعات الشبابيه، لكن الان اللي يهمنا بالدرجه الاولى امام المجتمع الكويتي وفي برنامجكم هو قضيه الان المشروع السياسي للمرحله القادمه. الذي يريده الشعب الكويتي هو ان نتفق احنا كمجموعات ونلتقي على مشروع سياسي اصلاحي. هذا ما طالب به طارق المطيري. اوجه الكلام لك طارق المطيري، يعني الاغلبيه على اختلاف مشاربها اجتمعت، مع ان تياراتهم مختلفه اجتمعت وشكلت كتله سمت نفسها الاغلبيه. انتم ليش شو اللي حركتم؟ ليش ما تجتمعوا مع 27 ومع غيرهم؟ مو صحيح لجزء واحد هو الاغلبيه تجتمع كاكثريه، لكن اليوم كتله العداله تتهم كتله العمل الشعبي بانها هي التي صاغت البيان، وكتله التنميه امس عبر نوابها يتهمون كتله العداله بانها تجامل وانها دون الطموح، وان ليس هذا الغرض الانتخابي اللي احنا خلى بس على الاقل اجتمعوا تحت مسمى، تحت مظله اسمها الاغلبيه. انتم كتحركات شبابيه خارج البرلمان. الاغلبيه ابو زياد اسمعني عشان سؤال يكون واضح للناس. ليش انتم كتحركات شبابيه، حركات شبابيه، ليش ما تجتمعون تشكلوا لكم كتله اسمها مثلا الاغلبيه الشبابيه او الحركات الشبابيه، عشان يكون في يسهل التواصل والتنسيق؟ يعني اذا ابو عبد الله يقول انا ما اعرف كل الحركات، انا واحد من الناس ايضا كاعلامي ومتابع للشان السياسي والله ما اعرف كل الحركات، يعني مع الحق في هذا الجانب يا ابو زياد. الغرض يا ابو سليمان وابو عبد الله والاخوه المشاهدين يستمعون، الغرض ليس ان يجتمع الجميع، يعني تحاوروا اول شيء والتقوا واجتمعوا، لا احنا حركه نعبر عن انفسنا. بالنهايه ما نعبر عن بقيه الشباب، نحن لا نختزل حركه الشباب فينا. جميل. هناك مجاميع شبابيه تريد ان تجتمع براحتها، ما تريد ايضا براحتها، لها مواقفها، ايضا الكتل النيابيه، في شيء اسمه كتله التنميه والاصلاح، في شيء اسمه كتله العداله، في شيء اسمه كتله العمل الشعبي، لكن اجتمعوا تحت مظله واحده. الف شكر لك طارق المطيري. وبالتالي احنا الان ليس صحيح ان يكون العائق للاجتماع هو ان يكون مظله واحده، هذا كلام خطا. نحن نعبر عن انفسنا وعندنا مشروع، نرجو جميل. ان يجتمع الجميع حول مشروع، ليس مظلات ولا مسميات. واضح. شكرا لك يا اخوي طارق المطيري رئيس حركه حل. ليس بالضروره ان كل المجتمع الكويتي في النهايه لازم يقعد على طاوله واحده ويتفق على كل العبارات، بل ان حتى الاغلبيه نفسهم اعتقد الكثير يوافقون. زين، وحتى الاغلبيه نفسهم ليس بالضروره على كل عباره وكل كلمه، وراح يطلعون لنا كم واحد من الاغلبيه ومتوقعين مثل هذا الشيء، انه يقولون احنا متفقين على 8 نقاط من 10 نقاط انتم اتفقتوا عليها، تمام؟ لان عندنا ناس عندهم سقف عالي، احنا نرى انه هو ما نقدر ناخذ بانصاف النظام البرلماني المتكامل، رؤيتنا في التنميه والاصلاح، ويمكن حتى الاخوه الشعبي نفس الشيء، تمام؟ لكن بعض الناس يقول لك لا انا بعض الاجزاء ما اراها، لذلك انا اقول يعني الاصل انك تدعو الناس، الاصل انك توصل الرساله، الاصل انك تحاول تقارب مع الموضوع، وتنسق وتتواصل. طيب في حال صار اختلافات هناك ابو عبد الله في داخل الاغلبيه، ليش ما تطلع كل كتله لوحدها وتقول والله انا موقفي هذا هو امام الناس؟ ليش يعني هذا ينزل وهذا يجامل وهذا يصعد شوي عشان تحافظون على ترابط الكتله، وكأن الكتله اذا تفككت انتهت الكويت؟ احنا الان صار لنا حوالي تقريبا 10 ايام على موضوع ان احنا بنصيغ برنامجنا، وطلبنا من الكتل والمجاميع ان يعطونا تصوراتهم، اعطونا تصوراتهم الاسبوع الماضي، الان بصدد ان احنا نقرب المسافات وكل واحد عنده وجهه نظر، ومفروض خلال الايام الجايه ان احنا نطلع بتصورنا الرئيسي. موضوع الدوائر بامانه حتى نكون واضحين، وانا يعني قدروا عليكم غلبوكم موضوع الدوائر، قطركم كره نعم، موضوع الدوائر بالدرجه الاولى هو موضوع اشغال، وهذا الكلام قيل حتى داخل الاغلبيه في ديوانيه حمد المطر، وانا واحد من الناس اللي رفعت الكرت هذا وقلت يا جماعه احنا ترى عندنا مشروع سياسي واصلاحي دستوري وسياسي، لا يشغلونا بس في موضوع الدوائر، وان كان موضوع الدوائر مهم والهدف منه تفتيت القوة والأغلبية وإعادة العقلية مالت السلطة اللي كانت موجودة في السبعينات والثمانين، فتت فرق تسد، هذه العقلية الموجودة عند السلطة، ترى ما عندها شيء ثاني، لا تنمية مثل الناس ولا عندها تصور أساسا اللي ما ستؤول إليه النتائج. إذا صارت صوت واحد أو صوتين هي مغامرة، على الأقل غير الوضع الحالي، بس غير الوضع الحالي، كسر التجمعات القبلية، كسر التيارات الإسلامية، كسر المجاميع الموجودة الحضري، هذا التصور هذا لا يبني بلد، هذا قاعد يهدم بغض النظر، المهم انا اوقف على ركام الموجود، ويونك عاد الضباع اللي ايش كثرها تحاول تنهش العظام الموجود، هذا طيب. الواقع. طارق المطيري كان قبل قليل معنا من حدم، ننتظر ان شاء الله بعد الفاصل ننسق مع احد من ال27، احنا بنعرف شنو سبب زعل الحركات الشبابيه على الاغلبيه، هذا واحد من الاغلبيه محمد الدلال، ناقشه وخلنا نطلع والشعب يحكم، الشعب يحكم، لان
نوابه ما وكلهم قال روحوا على بياض تصرفوا، لا تصرفوا وسنحاسبكم. الشباب حركوا المياه الراكده للامانه ونشهد لهم بذلك. نريد ان نعرف اسباب الاختلاف واسباب الخلاف، وصل الامر الى درجه انه يعني صار في شد. بعد الفاصل ان شاء الله سنناقش مع محمد دلال ومع شباب 27 اسباب الخلاف، وسندخل ان شاء الله في مواضيع اخرى، انتظرونا. يتواصل الحوار مع احد اعضاء كتله الاغلبيه في مجلس 2012 المجلس المبطل محمد الدلال. قبل قليل يعني تحدثنا مع نبي نعرف اسباب الغضب الشبابي على الاغلبيه، تكلم قبل قليل معنا طارق مطيري من حركه حدم، وان شاء الله بعد قليل سنتحدث مع احد اعضاء الشباب 27 اللي طلعوا بيان، نعرف شو الاختلاف اللي بينهم وبين كتله الاغلبيه، لان محمد الدلال يقول ما في اي اختلاف، بالعكس احنا ذهبنا الى ابعد من هذه النقطه لمن فاته الجزء الاول. طيب ابو عبد الله خليني اقول لك حقيقه بعض الغضب من الناس كان على الخطابات التي القيت في ديوان المناور. مستوى الخطاب كان خطابا انتخابيا لا علاقه له بالتعديلات الدستوريه، كان اقل من المامول. تعليقك وانت احد هؤلاء النواب. انا ادري انه بسبب لك احراج، لكن نبي المصارحه الان، ما عاد في مجاملات ابو عبد الله. نعم، هو الحقيقه المفروض انه ماكو مجاملات، والمفروض انه، وهذا حديث صار بديوانيه حمد المطر، واليوم في اجتماع للجنه التنسيق انا ما حضرت بس سمعت من بعض الاخوه اللي حضروا انه كان في مصارحه ومعاتبه على ان مستوى السقف اللي كان موجود في ديوانيه الاخ اسامه مناور كان دون المستوى. كان المفترض ان السقف يكون اعلى من ذلك، كان المفترض ان موضوع الاصلاحات السياسيه والدستوريه ان تطرح بشكل قوي، لان هذه الرؤيه المستقبليه. احنا ما تينا عقبات مثل الموضوع الدوائر ما الدوائر تخلينا نعيش ونقتات منها فقط. الامر الثاني انه يا جماعه صح العمليه الانتخابيه جايه، لكن اكثر من واحد من اعضاء الاغلبيه في اجتماعاتنا السابقه كان يقول يا جماعه خلوا الهم الانتخابي والمصلحه الانتخابيه خلوها على جنب، ولا كذي ما ممكن نتفق ولا نتوافق. وهذا هم نفس الشيء صار في ساحه الاراده في الاجتماع الاخير، لما اطلقت عبارات وكلمات كانت يغلب عليها الطبيعه الشخصيه اكثر من طبيعه المجموعه، والساحه هذه والمنصه تمثل المجموعه، واطلقت عبارات وكلمات غير لائقه كذلك من البعض. ولذلك الان على الاغلبيه جميعا واحد، وانا اقول هالكلام لنفسي والتنميه والاصلاح والحركه الدستوريه وغيرها من المجموعات بدون استثناء اكبرهم واصغرهم، ان يا جماعه احنا عندنا مشروع. والله يا ابو سلمان ان في ديوانيه فلاح الصواق قبل اجتماع ساحه الاراده قلت حق المجموعه شنو سقفنا اللي المفروض نطرحه، وكيف شنو خطابنا اللي ممكن ينقال. فقالوا سقفنا وخطابنا هو البيانين اللي طلعوا باسم الاغلبيه. قلت يا جماعه لان ما يصير بعد يشد فلان ولا علان، انا ما سميت احد، لكن كانت النقطه الرئيسيه هو الخشيه ان نروح في اجندات خاصه او فرديه على حساب المصلحه العامه. يكون في هناك ترى من باب النقد، احنا هذا الان جلد الذات ونقد الذات، وحتى الاصوات اللي قاعد نسمعها من الشباب هي نوع من النقد البناء. احنا حريصين لان ترى يعني معركتنا السياسيه في الاصلاح السياسي واحد. مو يوم ولا يومين، ومعركه واحده، فريق واحد، معركه واحده، وتتطلب ان احنا نلتحم وتتطلب نصلح بعض الجوانب السلبيه. خلينا ناخذ ناصر النزهان، واحد من 27 اللي موقعين على البيان. ناصر النزهان حياك الله. حياك الله اخوي محمد، واشكر اتصالك انت واخوي سعود. نبي ناخذ ارائكم يا ناصر النزهان، سبب اختلافكم وسبب الغضبه بصريح العباره على الاغلبيه وعلى بيانهم الاخير وعلى تجمعهم الاخير في ديوان المناور، شنو اللي مزعلكم معهم؟ طيب بالبدايه اولا اشكرك واشكر اخوي سعود على الاتصال، واشكر نائبنا الفاضل محمد دلال. حياك الله. لابد من البدايه ان نشكر جهود الاغلبيه في الفتره السابقه، ولا يمكن نقصان حقها ابدا. خلال رفعوا لنا الصوت شوي. تسمعني؟ نعم تفضل. خلال 3 شهور و20 يوم اداء الكتله الاغلبيه في مجلس 2012 كان اداء طيب وجيد، ونشكرهم على هذا الاداء ولا يمكن نقصان فيه. هدف البيان اللي نزلناه اليوم، احنا في مرحله استثنائيه ويتطلب يعني متطلبات وعمل استثنائي بعيدا عن المجامله. اليوم نزلنا مطالب اساسيه بان الاصلاحات السياسيه مطلب خط احمر بالنسبه للشباب.
على الاقل اللي مدون اسمه في بيان اللي نزل اليوم. اؤكد بان البيان هو داعم لكتله الاغلبيه وليس ضدها. هذه الجزئيه اللي بنوقف عندها ابو اخوي ناصر. اي نعم. هل بيانكم ترون فيه اختلاف ان الاغلبيه يعني ما كانت على الهقوه في ادائها؟ لا شوف، انا قلت لك من البدايه، شكرت جهد الاغلبيه خلال 3 شهور. ابي من الشق السياسي اللي انت تتكلم عنه الان. هل قصرت الاغلبيه؟ الفتره الاخيره كتله الاغلبيه مستوى سقف مالها بدا بالنزول، وهذا سبب استعجالنا لاصدار هذا البيان. طيب بيانكم يحتوي على نقاط محدده يا كتلة الأغلبية ما لم تفعلوا كيت وكيت 1 و2 اللي هي قضية إشهار الهيئة السياسية وقضية دائرة واحدة القوائم الانتخابية. طيب الناس قدموها وخلصوا في اللجنة التشريعية، خلصت. أنا أعرف، شوف بالفترة الأخيرة نزلت تصريحات لبعض نواب كتلة الأغلبية معاكسة لهذا الاتجاه، وهذا مؤشرات سلبية أعطتنا دافع أن ننزل هذا البيان ونقول يا جماعة الخير، احنا ترى مو ضدكم يا كتلة الأغلبية، لكن في الإصلاحات السياسية هي مطلب أساسي لنا، في حالة ما تتبنوها الله يفتح عليكم، احنا بصوب وانتم بصوب. لكن وانا على العموم انا اتكلم ب 27 الاسم اللي موقعوا، ونقطة أساسية لابد اني اذكرها قبلها، اللي وقعوا البيان يمثلون انفسهم فقط، ولا يختزل الحراك الشبابي في 27 ابد. الحراك الشبابي جميل، واضح يعني واضح الفكره في الجزئيه هذه ان 27 كل واحد منهم يمثل نفسه ويمثلون 27 اللي وافقوا على البيان. لو في وقت اذا انتم بيانكم طلعتوه بعد ما رايتم نوعيه البيان اللي طلع من كتله الاغلبيه في ديوان النووي. مؤشرات سلبيه من كتله مؤشرات الأغلبية. غير مطمئنه. طبعا وهذا حصل في ديوان اسامه المناور يعني. جميل. اذا ما في خلاف سياسيا هم قدموا وخلصوا. يعني هو كتلة الأغلبية يعرفون حجم الدعم، يعني احنا حجم كثر دعمنا لهم، لكن وضحت لك ما سمعت الجملة هذه شو تقول؟ كتلة الأغلبية تعرف مدى دعمنا لهم وحجم هذا الدعم. جميل. وثقتنا فيهم كبيرة جدا. عندك شيء آخر تبي تضيفه أخوي ناصر؟ أبدا. شكرا لك أخوي ناصر وبيض الله وجهكم وقواكم الله أنتم كحركات شبابية. تعليقك أبو عبد الله. أنا بس أكد على الأخ ناصر والأخوة 27 وحتى طارق المطيري والجماعة أن بأمانة واحد يقولها للتاريخ أن لولا الله سبحانه وتعالى ثم الحركات الشبابية كانت هي رأس الحربة في الحراك السياسي سواء نبيها 5 ولا بعدها، وحتى بإسقاط حكومة ناصر محمد. تشعرون بسيف الحركات الشبابية فوق رؤوسكم؟ يدفعكم أكثر؟ احنا أعتقد هو عامل رئيسي في عملية التغيير السياسي اللي حصل وسيحصل، وبالتالي بلا شك أن هم كان سبب رئيسي في اللي حصل في إسقاط حكومة ناصر محمد ولا مجلس القبيضة، وكذلك لهم دور رئيسي في أي تغيير في المستقبل. هذا أمر لا يعني ما في جدال عليه. يبقى الجانب هو قال الأخ إن احنا ترى دعم لهم وجزاهم الله خير إنهم دعم وإحنا محتاجين لهذا الدعم. هو ذكر تحديدا الأخ ناصر إن في تصريحات من البعض، وتصريحات البعض كأنها تراجع عن موضوع الإصلاح السياسي. تصريحات البعض لا يعني بالضرورة أن الأغلبية أو باقي الأغلبية منها أنها ضد عملية الإصلاح السياسي. يا أخي في سنة 2007 الحركة الدستورية الإسلامية قدمت اللي هو قانون الأحزاب، كذلك قدم من قبل جماعة التحالف الوطني من باب الأمانة نقولها، وقدم كذلك من جماعة حزب الأمة عن طريق عبد الله عكاش ذيك الأيام، والآن قدمت يمكن 3 قوانين حتى من جماعة الشعبي. والآن الشعبي بعد، وإحنا نعرف أن النائب الفاضل أحمد السعدون ومجموعة الشعبي كان عندها في السابق إلا الدستور أن كان عندها تردد في عملية التعديل، الآن أقدموا ويمكن تقدموا إلى المقدمة في هذا الموضوع. ولذلك أنا أطمئن الأخ ناصر والأخوة والأخوات اللي معاهم ناس أفاضل كرام وحتى في حدب وأي مجموعات شبابية أن إذا البعض تخلى من الأغلبية ترى والله احنا أنا أتكلم عن لا يقل عن 20 واحد متماسكين في عملية التعديلات الدستورية. وأنا عند كلمتي، التعديلات الدستورية والإصلاحات السياسية قدمناها في مجلس فبراير 2012 وسنستمر بإذن الله في المرحلة القادمة. بس هذا الرقم يعني خطير، 20 من 34 أو 35 يعني يعتبر 55-57%. أنا ما أبي أبالغ وأحط أرقام أكثر من ذلك. بس لا يقل. أنا أتكلم عن الحد الأدنى من الشخصيات والنواب
اللي متمسكين بالسقف اللي هو فوق السقف، تمام؟ السقف العالي جدا اللي شالوا السقف، اللي هم الان يعني هم في السقف الدستوري بس عشان ما حد يفهمنا غلط. شالوا الاسقف الوهميه، الاسقف الوهميه والتردد اللي كان موجود، وهم مدركين تماما ان اصلاح الاوضاع في البلد، وهذا ترى المجتمع الكويتي، لان بعضهم يقول انتم بتتجاوزون الامير، انتم تبون اسقاط النظام. والله هذا الكلام قيل في الاغلبيه، قالوا يا جماعه نحن نريد اصلاح النظام، ونحن ضد كل واحد يريد اسقاط النظام. اول من سيقف دفاعا عن النظام هم الاغلبيه وانصاره، وهذا طبعا والحركات الشبابيه، الكويتيين والنواب والتيارات كان لها مواقف مشهوده في الغزو وغير الغزو. انت تتكلم قبل شوي عن الشعبي وعن اضافته الى حدث وعن الامه، ايضا التحالف والمنبر لهم نفس المطالب، ليش ما نسقتوا وياهم؟ التحالف والمنبر مواقفهم بامانه مستغربه، وانا اقولها بكل وضوح، لان في مارس 2011 تقدموا جماعه المنبر بنفس او تقريبا ذات التعديلات الدستوريه. الان نسمع من بعض بياناتهم وتصريحاتهم الرسميه ومن بعض رموزهم اللي هو ان التوقيت غير مناسب لعمليات التعديل الدستوري، وهو طبعا الامر عليه علامه استفهام، وان قلت هذا الكلام امامهم في جمعيه الخريجين من حوالي شهر ونص شهرين. طلعوا في بيان الكلام هذا ان قالوا ان هذا كلام رموزهم، شخصيات مثل الاخ يوسف الشايجي وغير، لا بندوه عامه وموجوده ونشرت في الصحافه، قالوا ان التوقيت غير مناسب. وقالوا بعد آخر في الموضوع اللي هو أن أنتم كإسلاميين أدخلتوا المادة 79 أو تطالبون المادة الثانية، وهذا نوع من التجاوز على الدولة المدنية، وبالتالي لا يمكن أن احنا نروح بهذا الاتجاه وعندكم أنتم موضوع سيف المسلط اللي هو المادة الثانية. فقلنا لهم يا جماعة أنتم تتفقون معنا في قضايا وممكن تختلفون معنا في قضايا، لكن الإصلاحات الدستورية ينادي فيها الدكتور أحمد الخطيب منذ الستينات واستمر فيها. تدري يا أبو سلمان، وهذه يعرفونها بالذات الناس، وكثير من الناس موجودين بما فيهم الاخ عبد الله النيباري اللي هو ترى دائما يطالب بالتعديلات الدستوريه، ويطالب بالحكومه الشعبيه، ويطالب برئيس الوزراء الشعبي في اكثر من مناسبه، يمكن حتى عندكم في قناه اليوم. تدري في ال67 ليش زورت الانتخابات؟ احنا طبعا دائما، انا ما عشت هالمرحله، خلينا نقول سنه صغير، لكن في ال67 التيار اليساري والقومي انذاك اللي هو كان قوي في الساحه تقدم أول شيء بقوائم، وبعدين كان برنامجه تغييرات وتعديلات على الدستور. مرت ال5 سنين بعد 62، ولذلك سعوا أفراد في السلطة لتزوير الانتخابات في ال67، أيام ما كان الناس، خلينا نقول إذا تتكلم عن وعي ما وعي وغيره وكذا، مقارنة ما كان وعي بربع هذا ولا مثل هالوعي هذا طبعا. في ال67 التعديلات الدستورية قضية الآن بعد ال50 سنة من ايام اللجنه التاسيسيه اللي تكلمت عن النظام البرلماني المتكامل، احنا بامس الحاجه لها الان. يبقى تقر بعد سنه، تقر بعد 5 سنوات، لكن في النهايه احنا كشعب كويتي يمكن تخسرنا عند البعض في الانتخابات. على فكره ترى هذا الطرح اللي هو تعديلات دستوريه ما يدغدغ الناس انتخابيا، هذا العلم. ترى اللي قاعد يطرحون البعض الان ما يدغدغ، يمكن يتحمسون معانا الشباب، لكن اكو مجموعات كثير قد لا تتحمس، لكن في المستقبل يدركون تماما بما اللي قاله الاخ جاسم السعدون من كم يوم عندكم هني في القناه، ان الاصلاح السياسي الجاد، واصلاح النظام هو المطلوب في المرحله الجايه. سيدرك الشعب الكويتي ان الاصلاح الدستوري سيؤدي الى وجود اداره افضل في المستقبل. جميل. اصلاحاتكم الدستوريه واقتراحاتكم حطيتوها بقوانين بمدد معينه وتوقيت معينه، مواقيت معينه، ولا تركتوها على اعتبار ان المجلس القادم مش هذا الجاي اللي وراه؟ هو الان احنا نبي نتفق اول شيء على الصياغه النهائيه لها كمقترحات محدده، وبناء عليه ستقدم اكيد في المجلس القادم، ويبقى تاخذ مددها الزمنيه. فالمجلس القادم نتكلم عن مجلس اللي هو بعد الانتخابات، اذا صارت الانتخابات وفق النظام اللي هو النظام الطبيعي. من اشتراطات الشباب ايضا ان الحكومه القادمه لا تعطى الثقه ما لم توافق على كل هذه الاقتراحات اللي تقدمت فيها، مؤيدين لهذه. احنا طبعا تكلمنا عن اللي هو الاصلاحات السياسيه، لان الاصلاحات الدستوريه تتطلب موافقه سمو الامير، توافق احنا نتكلم، ولذلك هذا ببياننا، هذا مو شيء جديد الان اقوله ولا تعهد جديد، هذا تعهد الاغلبيه وكلهم ال 34 ولا ال 35 واحد موقعين عليه، اللي هو بيان، اول بيان صدر بعد حكم المحكمه الدستوريه قلنا فيه وان اعلنت الاغلبيه النيابي في حال انعقاد دائم لن تقبل التعاون مع اي رئيس وزراء. ترى هذا تصعيد كبير، يعني
يا شيخ جابر كمل ابو عبد الله. ان لن تقبل التعاون مع اي رئيس وزراء لا تعكس حكومته اراده الشعب الكويتي ولا يعلن بوضوح الالتزام بمشاريع الاصلاح السياسي والقضائي واستكمال حق الامه في محاسبه المتطاولين على المال العام في قضايا الايداعات والتحويل. هذا بتنفذونه مع الحكومه القادمه؟ هذه لازم، اذا الحكومه القادمه لا تتفق معناته احنا ندش من البدايه في صراع مع اي حكومه اذا ما التزمت بعمليه الاصلاح السياسي في قضايا الاحزاب. تسقطون، تسعون الى اسقاطها. نسعى لاسقاطها، لان في النهايه لا يمكن الاستمرار في حكومات ضعيفه اذا او ما عندها برنامج. نقولها للشباب يعني وللشعب، الاغلبيه تتعهد بان ما لم توافق الحكومه القادمه على تبني او الموافقه على هذه الاصلاحات السياسيه ستسعى الاغلبيه لاسقاطها بحسب كلام محمد الدلال. هناك الان جمله تكرر ونغمه يعني بدأوا بالعزف عليها انصار السلطه، انصار الحكومه، اللي هي ان 4 يقودون الاغلبيه، بقيه الاغلبيه اتباع ولا قرار لهم ولا كلمه ولا صوت. تعليقك على هذه الجمله؟ هذا الكلام يناقض الان تصرفات الشباب والبيانات اللي طلعت. ال4 اللي يذكرونهم دائما زين او 3 شخصيات، هم يتكلمون عن ابو عبد العزيز احمد السعدون، يتكلمون عن جمعان الحربش دكتور جمعان، يتكلمون عن مسلم البراك، يتكلمون عن دكتور فيصل مسلم. طبعا هذه الشخصيات شخصيات لها تاريخها السياسي والبرلماني ولها وضعها ولها ريادتها وقيادتها ما حد ينكر هذا الشيء ولا يجحد هذا الشيء، وهذا شيء طبيعي انه يكون لهم ادوار رياديه وقياديه، ما في خلاف على ذلك. لكن هذه الاصوات هي الاصوات العاليه ذات السقف العالي. الان روح شوف خطاباتهم، شوف اطروحاتهم، شوف التويتر شو يقولون فيه، راح تلقى هم السقف العالي. اذا كان هذا السقف العالي هم اللي يقودون الان الاغلبيه، المفترض الاغلبيه ما يطلع بيانهم اقل من السقف المطلوب. يعني بامانه مع كل الاحترام هم بلا شك انه مؤثرين، اصحاب حجج في الطرح وغيره، لكن بامانه هم كذلك اكو رجال ويشاركونهم في الراي. الراي السليم نحترمه ونقدره، والراي اللي نختلف معاه نقول يبا الله بالخير، يبا احنا نختلف معاك. فهم عندهم بعض الاراء يمكن ما نتفق وياهم عليها. هل في الاغلبيه صقور وحمام؟ نعم في صقور وحمام مثل اي تيار من التيارات، وبالتالي الاصابع يعني تشير الى ان العداله والسلف هم الحمام. هل هذه الفكره صحيحه وصوره صحيحه؟ ترى كتله العمل الشعبي فيها صقور وحمام. حدث او نعم. تنميه فيها صقور وحمام. صحيح. وهذه يعني مش شتيمه اذا قلنا صقر او مديح اذا قلنا صقر. نعم. او عندكم الحمائم تيارات ولا اشخاص؟ ولا الصقور تيارات ولا يعتمد أشخاص؟ على المواقف ابو سلمان. لما تيجي تقول لي مثلا الاخ ابو وليد، عم ابو وليد خالد السلطان عيسى، تلقاه صقر في امور كثيره وتصعيد كبير جدا. خطاب الرئاسه اللي رئاسه خطاب يعني كبير، خطاب الرئاسه، البيان اللي تلاه ذاك اليوم في ديوانيه احمد السعدون، رجل خطابه كذلك عالي، في بعض الجوانب عنده وجهه نظر، وبالتالي انا لا استطيع القول ان الجميع هم عباره عن حمائم. محمد هايف المطيري اللي هو من العداله عنده خطاب كذلك عالي في بعض الجوانب. خطاب سياسي؟ منو هذا؟ محمد هايف؟ هو طبعا العداله تحديدا خطابهم سياسي ولا فقط ينصب على المادتين الثانيه و79؟ لا هم عندهم خطاب سياسي، وعلى فكره ترى هم انظلموا في جانب عشان من باب الامانه لما طرحوا موضوع مثلا قانون الحشمه على سبيل المثال. تدري تصريحهم اللي اطلقه اذا ما خانتني الذاكره محمد الهطلاني قال احنا توجهنا في العداله عندنا 7 8 قوانين منهم الحشمه، وتكلم عن جوانب تنمويه وفي الاسكان وفي الغيره. يعني اول بعض بدر الداهم المتحدث باسم الكتله انذاك وشرح لنا هذه الجانب. نعم. نقل الديوانيه من محمد الخليفه الى احمد السعدون، من ديوان الخليفه الى ديوان السعدون، لا رمزيه كما نقراها نحن، هل هناك رمزيه معينه ولا في شو السبب الحقيقي؟ هو الفكرة الرئيسية اللي كانت موجودة عند الأغلبية وفي لجنة التنسيق حسب ما عرفت أن احنا ننتقل في الدوائر الانتخابية بحيث أن من دائرة إلى دائرة، وكان في حرص أن إذا كان هناك الدائرة الرابعة ما يكون في شخص هم بعد من الدائرة الرابعة، فكان المفترض أن تكون في دائرة داخلية عندنا من المناطق الداخلية. واعتذر أحد الأخوة النواب كان عنده موافقة أولية واعتذر لضيق الديوانية، فقلنا وقتها كان محمد الخليفة رغبان أنه يكون عنده، ووافقوا الجماعة موافقة مبدئية وأعلنوا عن ذلك، لكن رأوا أن ما في داعي بعد تصير نفسها بالدائرة الرابعة، الأخ أسامة بالدائرة الرابعة ومحمد الخليفة كأنه في نوع
من التميز. وجزاه الله خير ابو خليفه تجاوب واستجاب. طبعا إذا ليش ما عند لها اي احمد دلاله السعد؟ سياسيه. نعم، ما لها اي دلاله سياسيه، مجرد تنظيميه فقط. تنظيميه ابدا ابدا، مساله تنظيميه اداريه، واحنا نبي نوصل حق كل اللي يمكن. احنا الحين عند ابو عبد العزيز احمد السعدون، وليش عند ابو عبد العزيز؟ لان عنده مكان واسع زين، وحريصين على ان الناس تدري الجو حار. ليش لازم يكون في ديوانيه نائب؟ ليش ما يكون في ديوانيه احد انصاركم؟ واحد من ربعكم عنده ديوانيه كبيره جدا تشيلكم، تستعينوا في ابدا ديوانية. ما في مانع. ولعلمك يا حسسونا ان انتم ما عزلتوا انفسكم عنا، ان نعم. هذه نحن قادتكم جيد. ونحن من يقرر. لا، في ديوانيه فلان المحسوب على حدث مثلا، نعم. او المحسوب على الشعبي وعنده ديوانيه تسع، نروح عنده. احنا ان شاء الله مو غاده الناس، احنا ان شاء الله خدام للناس. لكن النقطه الرئيسيه انه يا ممثل جمعيه المحامين في ديوانيه سامي مناور الاخ ناصر الكريوين، وقال انا لي رغبه او جمعيه المحامين رغبه ان تستضيف الاغلبيه في لقاء. فقلنا في الجمعيه، في الجمعيه في الصاله، عندهم صاله الله يرحمه حمد العيسى. فالاغلبيه وافقت ترى، بس الان تحديد الموعد متى. فاحنا اللي قلته انت الان التوجه موجود، ولا يمنع ان باكر في ديوان من الدواوين الكبيره في اي منطقه من مناطق الكويت، من جنوبها الى شمالها، منها شرقها الى غربها، ما في مانع. يعني على سبيل المثال في ثالثه مثلا الشايجي ما يمنع ديوانيته تسع، نعم. ورجل ما يمنع مضياف نمسي عليه بالخير العزيز الشايجي اخونا. نعم. هناك مطالبات من اقتراح من فيصل مسلم بانه يا جماعه ليش ما تشكل مجموعه من الشباب ومجموعه من النواب الاغلبيه ينقلون هذه المطالب الى صاحب السمو امير البلاد لتخفيف التنفيس. هل انت مع هذا الامر؟ هل وافقت الاغلبيه ولا هذا اقتراح فردي بعيد عن الاغلبيه؟ هذا اقتراح فردي ولم يطرح على الاغلبيه، احنا شفناه بالتويتر، والان الاخ ابو علي الاخ فيصل برا الكويت حاليا في سفر، الله يرجعه بالسلامه. فالمقترح المفروض يطرح على الاغلبيه ويبحثونه. هو طرح هذا المقترح من برا؟ من برا ايه، هذا لانه مو موجود في الكويت. لا مو موجود. لو موجود كان يمكن يطرح كان يمكن يطرحها في اللجنه التنسيقيه، لكن الفكره بامانه فيها لها وجاهه، وعمليه الالتقاء بسمو الامير وايصال وجهه النظر، انا من الناس المؤيدين والداعمين لها، ان توصل وجهه نظر الى سمو الامير، وبالتالي قد تخلق نوع من. احنا طبعا مشكلتنا في الكويت اكو اسباب كثيره جعلت العلاقه السياسيه في المواقف السياسيه في نوع من التباعد. زين، في وجهات النظر، وانا اعتقد ان هناك مستشارين سوء قاعد يوصلون وجهه نظر سلبيه عن الاغلبيه ورؤاهم. في النهايه هذول كلهم عيال الشعب الكويتي، كلهم رجالات الشعب الكويتي وحريصين على المصلحه. ولم يثبت عليهم ما يشير الى الفساد او ابدا يعني التكسب. جزئيه فيصل مسلم هذا يقودنا الى ان هذا السبب يعني في الاختلالات في داخل كتله الاغلبيه. ليش ما احتفظ فيها لين يرجع؟ او ليش ما دزها لكم انتم في دزها اللجنه التنسيقيه، والتنسيقيه تحدد وتناقش على هذا الامر؟ ليش يطرحها؟ تتكرر هذه الامور منكم كنواب اغلبيه. هو طبعا المقترح ليس فقط مقترح الاخ فيصل، يعني انا اعتقد عده اطراف في الاغلبيه قاعد تطرح اراء معينه قد احيانا ليش ما تطرحها داخل اللجنه التنسيقيه؟ هذا ما اخذ عليه. في النهايه ابو سلمان انت ما تقدر تمسك الناس تسكر، يعني هم بعد يعني افكارهم ورؤاهم. احنا نقول حق الناس اذا في افكار جديه كبيره جدا تؤثر على مسار، المفروض ان احنا في بيننا، لكن ما نمنع الناس من اي مقترحات عمليه. احنا طبعا اللي ما ودنا يصير هو الاساءه للاخرين، تهجم على الاخرين، تمام؟ هو الهجوم على الاغلبيه بدون مبرر بكلمات او عبارات، هذا اللي احنا ما نقبله، وهذا اللي هو يعني يفل في عضدنا. لكن الواحد عنده مقترحات واراء، انا اعتقد انه شيء طبيعي مطلوب انه تكون موجود. ايضا في الشق التنسيقي للكتله، ليش ما لكم متحدث رسمي؟ دائما نعتب على الحكومه ان يا حكومه طلعوا لنا متحدث رسمي عشان نعرف وين رايحين. والله ابو وليد خالد سلطان يعني صار الحين اكثر من اجتماع ياكد على هذه القضيه، خلي يكون عندنا متحدث رسمي، وانا اعتقد يمكن الحاجه ماسه انه يكون عندنا مثل هذا المتحدث. ذيك الايام لما كان في لجنه تنسيقيه والاغلبيه موجوده في مجلس الامه، كان الدكتور جمعان الحربش هو المتحدث الرسمي، بس مو رسمي، ما صار رسمي، متحدث بس، متحدث باسم اللجنه التنسيقيه. بس هو ترى الفكره مطروحه بقوه ابو سلمان، وانا اعتقد وجيهه ومطلوبه. يعني نامل انه يعني بالفعل يكون لكم متحدث رسمي عشان ناخذ نقول والله محمد الدلال قالها، اذا الكتله قالت هذا الكلام. بطلع وياك فاصل، بعد قليل ان شاء الله ساستكمل حواري مع محمد الدلال احد اعضاء كتله الاغلبيه اللي نكمل عليه طرح الاسئله. ابقوا معنا. نستكمل حوارنا والجزء الأخير مع محمد دلال عضو الكتلة الأغلبية في مجلس 2012. في حال أبو عبد الله عدلت الدوائر وغير نظام التصويت،
هل ستقاطعون كأغلبية كلمك، هل ستقاطعون الانتخابات وأنتم جميعا أو هناك يعني اختلافات بينكم؟ الموضوع طرح في كتلة الأغلبية، قالوا أن هذا خيار من الخيارات المطروحة عندنا وسنبت في المسألة، لكن ما في حسم في هذا الجانب، ما انتهى، ما صار في حسم نهائي في الموضوع، لكن خيار قائم وموجود. وبالتالي خيار المقاطعة، وبعض الأخوة حتى بعد زادوا في المسألة، ما راح نكتفي بالمقاطعة، يعني إذا لا والله ما راح نقعد ببيوتنا، راح ننزل الشارع كذلك يكون لنا دور. لكن هذا الخيارات وكل الخيارات مفتوحة وأمامنا في موضوع. خلينا نتكلم عن التنمية والإصلاح. والتنمية والإصلاح ترى من أكثر الناس اللي هم مندفعين في موضوع أن الخيارات كلها مفتوحة في التعامل مع موضوع تعديل. بس أنتم مع اقتراح أن مقاطعة تصويتا وترشيحا؟ أنا عشان أكون أمين معاك، التنمية والإصلاح لم تجتمع عشان تناقش هذا الموضوع. احنا قاعد نتكلم الحين الأغلبية، بعضنا مسافر، تدي فترة صيف الآن قبل رمضان. ما تنسقون أنتم بينكم ككتل، يعني على سبيل المثال كتلة التنمية والإصلاح ما تنسقون بينكم قبل لا تروحون للأغلبية عشان يكون لكم رأي؟ نعم. ما ناقشتوا هذه الجزئية؟ هذه الجزئية ناقشناها داخل كتلة الأغلبية، وتم الاتفاق أنها خيار وسنبت فيها خلال الفترة القريبة. البعض يتخوف ابو عبد الله من ان يكون المقاطعه تكون مقاطعه شبيهه بمقاطعه السنه في العراق، ويمشي الوضع بدونهم يعني، ويتم اقرار قوانين دستوريه يعني قد تخالف توجهات الشعب. ما تخوفتوا، ما طرحتوا هذا الامر؟ مطروح هذا داخل الاغلبيه، وهذا اللي خلى الموضوع انه خلوه يا جماعه الان احد الخيارات، خلينا نبحثها ونشوف نتائجها سواء كانت ايجابيه ولا سلبيه، لكن طرحت من البعض انه يا جماعه، البعض قال لا نخلي الساحه حق الاخرين، البعض، لكن بامانه انا بقول لك شيء ابو سلمان، يعني لما نوافق المبدا، انا اقول لك واحد من الناس الان، وهذه واحده من الاشياء اللي مخليتني اروح بهذا الاتجاه اكثر من غيره، تمام، على الاقل في هذه المرحله، ان انا لما اوافق ان اراده منفرده في الكويت زين تروح بمرسوم ضروره ليس فيه اساس الضروره ولا هو تدابير عاجله ولا هو خطر عاجل عشان اطلع قانون ضروره، معناته اني انا قبلت باكر تطلع مراسيم ضروره، حتى يعني لو كان دايره واحده ابو عبد الله، حتى لو طلع المرسوم بدائره واحده، حتى لو دائره واحده ترفضونه وتقولون النبي المجلس هو اللي يسوي. مبدا خلى المجلس، خلى المجلس هو اللي يقرر ذلك. الامر الثاني، انا قلت لك عقليه السلطه يا ابو سلمان من شوي، عقليه التفتيت وفرق تسد، فهي ما تبي صوتين، تتمنى ال 25 دائره السابقه، تمام، ولذلك لن تاتي. اعتقد بعد الطرح هذا انه راح تقول خلاص الخمس دوائر والاربع اصوات ما راح نغير شيء، اعتقد بعد رفع السقف اللي اساسا مرتفع، لكن بعد ارتفاع الصوت الشعبي والشبابي في هذا الجانب. نعم. تكلمنا قبل قليل يعني خصوصا في مخاطباتك مع الشباب بان ما طرحتموه في بياناتكم موجود وخلصنا في التشريعيه. نعم. ايضا احد اهم القوانين اللي هو المحكمه الدستوريه ابو عبد الله. الكثير من الناس يجهلون تفاصيل في هذا الجانب، واللي الشد القوي جدا اللي صار عليه. الشد شلون صار؟ تفاصيل تعديلات في المحكمه الدستوريه شنو هي؟ نعم. اولا ابو سلمان، اللجنه التشريعيه خلال الفتره الزمنيه هذه من تقريبا 15/2 الى 20/6 اجتمعت تقريبا 26 اجتماع، انجزت 89 تقرير، في كثير من التقارير تتعلق الحصانات النيابيه، وكثير منها كذلك تتعلق في الجوانب التشريعيه. من ابرز هالقوانين قانون المحكمه الدستوريه، وبتكلم عن قوانين مكافحه الفساد. البعض يعزو ما حدث الان للقانون اللي طلع من التشريعيه في هذا الجانب، في قانون المحكمه الدستوريه. قانون المحكمه الدستوريه، قانون المحكمه الدستوريه من قوانين الاصلاح السياسي، وهذا القانون ليس بجديد، هذا القانون بالتعديلات اللي قدمت من قبل الاعضاء، قدمت تحقيقا من جماعة الشعبي مقترح متكامل، قدم محمد الصقر مقترح في السماح لذوي الشأن، شباب هو الأخوة أعضاء التنمية والإصلاح قدموا مقترح كذلك في موضوع السماح للأفراد بالطعن أمام المحكمة الدستورية. بحثنا الموضوع في 5 جلسات، كان محمد الصقر يحثنا ويدفعنا أن يا جماعة خلصوا لنا مادة واحدة ومقدمة، قلنا يبقى مو مادة واحدة، هي حوالي يمكن 30 مادة لازم نبحثهم. 5 جلسات حسمنا قانون المحكمة الدستورية. انزين، هذا القانون جديد، احنا مؤلفينه، هذا القانون نفسه مقدمه عبد الله النيباري ومحمد رشيد، زين، ومجموعه من النواب في ال71، نفس القانون بالتعديلات اللي احنا قدمناها وعدلناها. حمد الجوعان الله يشافيه ويعافيه، الله يشافيه، كتب تقرير، بذات التقرير تقريبا متشابه للتقرير اللي انتهينا اليه. شنو الاضافات اللي عندكم عليه؟ احنا 3 نقاط رئيسيه وهي نقاط خلاف كذلك. النقطه الاولى التشكيل المختلط للمحكمه الدستوريه، يعني
المذكرة التفسيرية في الدستور، المذكرة التفسيرية للمادة 173 تقول انه هو تشكل المحكمة الدستورية تشكيل مختلط، ناس من القضاء، اثنين ممثل او مجموعة من الحكومة ومجموعة كذلك من مجلس الأمة. هذا موجود في المذكرة التفسيرية، وهذا موجود معمول فيه في مصر، معمول فيه في ألمانيا، معمول فيه في اليابان، معمول فيه في كوريا. أنا طلعت حتى النصوص القانونية من الدول الأخرى اللي هو التشكيل المختلط، لأن المحكمة الدستورية ذات طبيعة خاصة. يو الأخوة الكرام ونحترم وجهة نظرهم في مجلس القضاء واعترضوا على موضوع اللي هو التشكيل المختلط، وقالوا أنتم تدخلون السياسة وتقررون. طلعوا بيان في هذا الجانب في قدموا لنا طبعا رايهم يا الى مجلس الامه في هذا الاتجاه، وكذلك نشر الراي هذا في الصحافه. احنا وجدناه بالصحافه، شلون نشر ما ادري، لكن نشر في الصحافه. هو رساله مش بيان، هو رساله الى رئيس مجلس الوزراء، رساله الى مجلس الامه، الى رئيس مجلس الامه عفوا، رئيس مجلس الامه بتحفظاتهم. هذه احد التحفظات. طبعا هذا التحفظ يخالف تحفظهم فقط على جزئيه المختلط. لا 3 نقاط، هي 3 نقاط اللي عليها الكلام. موضوع التشكيل المختلط، وانا قلت لك الاراء، يعني الدكتور رحمه الله عليه عثمان عبد الملك، الدكتور عادل الطبطبائي، الدكتور محمد مقاطع، كثير من اساتذه القانون الدستوري يؤيدون التشكيل المختلط ويقولون هذا جزء من الدستور الكويتي. النقطه الثانيه اللي هو قضيه عمليه السماح للافراد والشخصيات الاعتباريه تروح مباشره. تدري الحين المحكمه الدستوريه لازم يا الحكومه يا المجلس يا عن طريق قضيه اذا سمحوا لك. تمام؟ الان بالنص اللي احنا عدلناه ان ذوي الشأن يروحون، والاطراف المواطنين يروحون مباشره المحكمه الدستوريه، وهذا حق اصيل للمواطن. تمام؟ وهذا موجود ومعمول فيه، وما كانت او مجلس القضاء الموقرين ما كانوا يرون هذا الشيء، واحنا نعتقد هذا اصلاح سياسي حقيقي. الامر الثالث، وانا هذا اللي كنا نتوقع مقاومه من الحكومه شرسه جدا، وكان على جدول الاعمال اللي يعني مع الاسف الشديد نفس الايام يوم الثلاثاء كان يوم الثلاثاء اللي صار 106 قضت على الامال كلها. يا الموضوع الثالث اللي هو التفسير، حق التفسير، وهذه قضيه خلافيه موجوده. بعض الفقهاء حتى الفقهاء الدستوريين في الكويت اختلفوا عليه، حق التفسير للمحكمه الدستوريه. احنا مشكلتنا هل هو ملزم او غير ملزم تقصد؟ لا، هل لهم حق التفسير ولا لا؟ لان المحكمه الدستوريه هل لها حق التفسير ولا لا؟ لان المجلس التاسيسي ما عطى للمحكمه الدستوريه حق التفسير وفقا لنصوص. قانونكم يسحب هذا الحق من المحكمه يسحب الا في حال قضيه منظوره زين في المحاكم والمحكمة طلبت تفسير نص دستوري، لكن لا تروح الحكومة. تدري يا أبو سلمان الحكومة طوال حياتنا السياسية راحت 13 مرة لطلب تفسير، ومجلس الأمة راح مرة واحدة، لأنه ولا أيام حكومة الشيخ ناصر محمد راحت مرتين على نفس النصوص، المادة 100 وال101 اللي هي مادة الاستجوابات. هذا يشرعن إذا مجلس الأمة راح للمحكمة الدستورية معناته يشرعن أن مجلس الأمة موافق على أن المحكمة الدستورية راحوا مرة. تدري شنو المرة؟ المرة اللي هو الخلاف على الرئاسة، على عملية التصويت في الرئاسة بين النائب أحمد السعدود والنائب جاسم الخرافي. كانت هذه المرة الوحيدة اللي راح، لكن طول عمر مجلس الأمة كان يقدم مذكرات بما فيها آخر تفسير راح عبد الله الرومي وحسين الحريتي، تمام، وموقع من جاسم الخرافي، مقدمين مذكرة يقولون يا محكمة الدستورية ليس من حقكم تفسير النصوص الدستورية. فإحنا ما قدمنا شيء، إحنا قدمنا أمور موجودة في الفقه الدستوري، مقررة في الفقه الدستوري، موجودة ببياناتنا، كل هالبيانات هذه معلومة وقدمناها وصقناها، وكان المفروض أن المجلس كان إصلاح سياسي وقضائي مهم. الأمر الثاني قوانين الفساد، 4 قوانين يا أبو سلمان. إحنا اجتمعنا وأقسمنا أمام الشعب الكويتي وأمام سمو الأمير في 15/2. في 20/2 اجتمعت اللجنة التشريعية، أول اجتماع للجنة التشريعية. هذا جدول الأعمال. ثاني نقطة في جدول الأعمال أو ثالث نقطة مشروع قانون في شأن مكافحة الفساد. كان أول نقطة. شنو أول نقطة وثاني نقطة أبو عبد الله؟ أول نقطة كان مكتوب مشروع قانون هيئة الفتوى والتشريع. ثاني نقطة قانون المعاملات الإلكترونية. زين. ثالث طبعا هم مو مرتبين حسب الأولوية، يعني اللي موجود قدامنا كان. وبعدين انتم تحددون. احنا حددنا. وبعدين حطينا بند ما يستجد الاعمال انشاء مدينه طبيه وصندوق محفظه للطلبه الدارسين. فاحنا كان في اول اجتماع لنا موضوع قوانين مكافحه الفساد. يت الحكومه كانت تقول يا جماعه احنا ترى المشروع اللي قدامكم هذا مشروع مقدمين الحكومه السابقه، حكومه الشيخ ناصر محمد، واحنا عندنا تحفظات وعندنا ملاحظات، فراح ينسحب المشروع هذا وراح نقدم مشروع آخر اللي هو
قوانين الفساد. وفعلا قعدوا حنينا عليهم، بس قعدوا شهر تقريبا قدموا مشروعهم الجديد وسحبوا مشروع الشيخ ناصر المحمد مال قوانين الفساد. اول ما يانا المشروع الجديد مال الحكومه مع مقترحات النواب بلشنا 4 قوانين، سوينا فعلا يعني بحدود تقريبا من 4 إلى 6 اجتماعات ركزنا عليها، 4 قوانين دمجناها بقانون واحد. وكان معانا مؤسسات المجتمع المدني مشكورة، جمعية المحامين، جمعية الشفافية، جمعية حماية المال العام، برلمانيون ضد الفساد، وخلصنا على قوانين اللي هي قانون واحد. جمعنا قانون هيئة مكافحة الفساد، تعارض المصالح، وحماية المبلغين، والذمة المالية اللي هو كشف الذمة المالية من أين لك هذا، كله حطيناه في قانون واحد وانتهينا منه وقدمناه. اللي احنا ما تأخرنا، البعض يقول انتم تأخرتوا، المفروض هذه من القوانين الأولى. أول شيء الكويتيين ينسون، احنا ما نبي نسلق القوانين، تمام؟ الأمر الثاني دراسة يعني الأمر الثاني نعم. اي طبعا. الأمر الثاني احنا ليش نطرنا الحكومة تقدم مقترحها، وكان في حرص من الحكومة تقدم مقترحها عشان ما تيجي تواجهنا في المجلس او ترد القانون بعدين، واحنا محتاجين القانون يعتمد، فكنا حريصين قدمي. بس هذا قد يؤدي الى خفض سقف القانون يعني. ابدا، عشان تسيرون تسيرون الحكومة. الحكومة قدمت قانونها. قانون الحكومة يتوافق مع قانون اللي هو مؤسسات المجتمع المدني الشفافية وغيرها بنسبة تقريبا 70 إلى 80% حسب ما سمعنا من مؤسسات المجتمع المدني. احنا جينا وعدلنا على بعض الجوانب، احنا نصوصنا طبعا احنا مقدمين مقترحات كنواب، جينا ورفعنا السقف بشكل أكبر. حتى في قانون كشف الذمة المالية ما أخذنا بالمبدأ الحكومي، يعني الحكومة مثلا تقول اللي مفوضين اللي في هيئة يشتغلون مفوضين في هيئة مكافحة الفساد أو مجلس إدارتها أيا كانت المسمى، يعينهم وزير العدل ويتبعون وزير العدل ويعزلهم وزير العدل. احنا قلنا لا، الحكومة ترشح عدد 7 أو 9، تمام، ويصوت عليهم في مجلس الأمة في جلسة سرية. ومجلس الأمة ما يصوت، ما يفرض أحد، ما يفرض أحد، ما يختار. حطينا أسس في عملية الاختيار. لا، الحكومة تقدم مرشحين ويعتمد. وخرنا عن التصور الحكومي تماما. كشف الذمة المالية حددنا بالضبط، وهذا مثل ما مقترح مؤسسات المجتمع المدني، شلون يقدم كشف الذمة المالية. طبعا شملنا رئيس الوزراء والوزراء والنواب والقضاة ومجلس البلدي، وصلنا إلى الجمعيات التعاونية. وكشف الذمة المالية ما سويناه مثل المقترح الحكومي، والله لائحة تنفيذية يطلعها بعدين الوزير المختص. فاحنا خالفنا التوجه الحكومي. الحكومة كانت وزير العدل، احنا قلنا وزير الدولة يشرف وعندهم استقلالية مالية وإدارية، تمام. قالوا هناك ان طبعا انتقصوا من الصلاحيات حق هيئة مكافحة الفساد، احنا اعطيناهم حقية التحري والبحث، تمام، والتحقيق دون التحقيق الجنائي. اعطينا صلاحيات حق الهيئة ما كانت موجودة في القانون الحكومي، لكن توافقنا مع جزء كبير من القانون الحكومي. اذا في الشأن السياسي قدمتوا مشاريعكم الى مجلس الامه وكانت يعني بانتظار تصويت، وفي الشأن حتى في النظام القضائي قدمتوا الى مجلس الامه، وقوانين استغلال وقوانين الفساد ايضا، حزمه قوانين الفساد كانت جاهزه قدمتوها لمجلس الامه ابو عبد الله. خلصتوها التشريعيه. قانون الفتوى خلصناه في اللجنه. لا، ابي قوانين الفساد بشكل عام خلصتوها. كان على جدول الاعمال وما حدد لها يوم، حدد يوم الثلاثاء نفسه، نفس اليوم. يوم الثلاثاء كان اهم قانونين يتم البت فيهم، هو قانون اللي هو مكافحة الفساد وقانون المحكمة الدستورية. أنا أقول لك هذه ذابحني، أنا واحد من الناس. لتذكير الناس، يعني صدر حكم المحكمة الدستورية يوم الاثنين اللي قبل يوم الثلاثاء اللي نتكلم عن يوم الاثنين أعتقد، ولا في نفس اليوم؟ لا، الأربعاء 20/6 صدر حكم المحكمة الدستورية. يوم الاثنين طلع المادة 106 اللي وقفت جلسة يوم الثلاثاء. يوم الاثنين صدر. نعم وقف المجلس شهر لمدة شهر. هذا صلاحية صاحب السمو الأمير، وصدر الحكم يوم الأربعاء. آخر سؤال عشان الوقت أدركنا. نعم. في حال بقيت الدوائر كما هي 5 والتصويت 4، هل الأغلبية ستنزل في قوائم؟ وما هي حظوظ الناس اللي مؤيدين لكم ولا كانوا في الأغلبية؟ موضوع القوائم من المواضيع المطروحة في الأغلبية، يعني هم الآن مركزين على تعديل الدوائر، الآن في صدد اللي هو قضية المشروع الإصلاحي الدستوري والسياسي، لكن التنسيق الانتخابي طرح في اجتماع من اجتماعات الأغلبية. كان في توافق عليه أبو عبد الله؟ في وجهات نظر، في وجهات نظر في موضوع القوائم، لأن تختلف الدوائر الانتخابية وتختلف أعدادها. يعني أنا بعطيك مثال، الحين الدائرة الخامسة كلهم 10 شو تسوي؟
الرابعة 9. انزين، فبالتالي واكو ناس مصلحين وزينين بعد، نعم. يعني والنعم بالعشره كلهم ما حالفهم حظ في الانتخابات السابقة. نعم. فهو نعم. بامانه هذا الموضوع قاعد نقول فيما بيننا كيف نضع نظام جيد ومرتب يكفل الدعم لموضوع الاغلبيه. انا واحد من الناس وغيري من الناس ما نؤيد الفرعيات. يعني اقولها بشكل واضح، واحنا الان داخل الاغلبيه قاعد نقول يا جماعه ترى احنا مو صوب الفرعيات ولا تدشون فرعيات. وجهه نظرنا في الموضوع. فبالتالي هم هذه قضيه مطروحه على يعني جدول الاعمال. فاي واحد اكو ناس الحين يقولون احنا بندش فرعيات واحنا مع الاغلبيه، زين؟ حتى برا ال 35 مثل ما هو الوضع الحالي الان، يعني قبل ان يحل المجلس اقصد. طيب توقعك كقراءه الان، مش قرارات، كقراءه سياسيه، هل تتوقع ان الاغلبيه يرتفع عددها في المجلس القادم؟ انا بامانه اذا ولا تشعر ان اسهمكم نزلت شوي؟ اعتقد اذا احنا قدرنا ان نطرح مشروعنا الدستوري والسياسي ونسوقه بشكل جيد خلال الفتره الجايه، انا اعتقد المعركه مو سهله، المعركه شرسه جدا، والمعركه اجندات داشه قويه فيها، زين، واجندات مو سهله واجندات صعبه، اجندات حتى خارجيه مثل الاجنده الايرانيه، وانا اتكلم بوضوح هني في هالمساله، ويجب مقاومتها ويجب الالتفات لها. الاجنده الايرانيه داخله في الانتخابات تقصد؟ داشه في الانتخابات، ومن مصلحتها ان تدش في الانتخابات عن طريق بعض الاطراف وبعض الجهات، وهذا احنا قاعد نشوف مشاهدات في هذا الموضوع، واكو اجندات ماليه، تمام، واكو اجندات صراحه مصلحيه خاصه حتى من بعض افراد السلطه، ولذلك راح تقاوم المعركه الجايه معركه شرسه، لكن انا متفائل ان الاغلبيه معظمها سيعود في حال الدوائر الخمس ب4 اصوات. شكرا لك ابو عبد الله، الف شكر لك، نورتنا والاجابات كانت واضحه وشفافه وجريئه وشجاعه، شكرا لك. شكرا لكم انتم ايضا مشاهدينا. وكانت يعني من اخر الجمل التي قالها محمد دلال عضو الاغلبيه بان هناك اجندات خارجيه، تحديدا الاجنده الايرانيه حددها، لها مصلحه في الانتخابات وتتدخل في الانتخابات، ومنا الى الشعب ليتدارس هذه الجمله يعني ويدرسها، يضعها تحت الضوء. التقيكم ان شاء الله في حلقه مقبله، في امان الله.